التعريف اي حاجه لما بتيجي تبدا تمام، هي طالما هي فكره فيها انوفيشن او فكره فيها ابداع بتكون محتاجه شويه ناس، وان احنا نكون بنقدم تكنيكال عالي جدا للطالب ومحتوى عالي جدا فنان للطالب ومناسب لسنه. مفهوم تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال بيميل في الاغلب كل الشركات او حتى الاتجاه العالمي دي ان هو برامج هدفها ان انا اخلي الطالب يعرف يعني ايه لوجيكال ثينكينج، يعني ايه بروبلم سولفينج. التغيير ده اللي هيحصل ايه، فالطالب جاهز من دلوقتي ان هو يتكيف معاه. تدريس البرمجه للاطفال في السن الصغير دي رايحه فين؟ احنا لسه في يعني لسه قدامنا كتير. تذاكر وقت بسيط جدا، ساعتين بس من يومك ممكن يخلي دماغك ديت تبقى عارفه كميه معلومات لما تيجي مثلا بعد 10 سنين وانت عندك 22 سنه كانك واخد خبره خريج عنده 10 سنين. مهم جدا ان انا اختار مكان يكون عنده اكسبيرينس، عنده فريق عمل، عنده امبلمنتيشن بلان، عنده كمان كريكولم معتمد، وعنده مدربين معتمدين. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست نواه، واللي بنتكلم فيها عن كل ما هو متعلق بالتعليم وبرياده الاعمال المجتمعيه، وبنستضيف فيها خبراء متخصصين في مجال التعليم يشاركونا اخبارهم ويشاركونا كمان كل ما هو جديد في الموضوعات المختلفه. وكل حلقه بنستضيف شخص يكون ليه دور كبير جدا في مجال التعليم. النهارده عندنا حلقه بتهم ناس كتير جدا وبنسمعها كتير جدا وناس كتير جدا بتتكلم عن تدريس البرمجه للاطفال. ازاي ممكن نعمل برامج تدريبية نعلم من خلالها الأطفال البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإزاي البرمجة والذكاء الاصطناعي بيغيروا طريقة تفكير الأطفال، وإزاي أنا كولي أمر أختار مكان أثق فيه إن أنا أعلم ابني فيه، وإزاي المؤسسات التعليمية ممكن تستفيد من الشركات ومن المبادرات اللي بتعملها شركات مصرية وعم محققة نجاحات في دول مختلفة. النهاردة عندنا حلقة مع واحد متخصص عنده خبرة كبيرة جدا في المجال، واشتغل كاستشاري مع العديد من المؤسسات التعليمية في مصر وبره مصر، وأسس شركة بتفيد أكتر من 100,000 طالب حوالين أكتر من 21 دولة، وبقى موجود عندهم دلوقتي طلبة اتخرجوا وعملوا مشروعات كمان من بعد ما تعلموا البرمجة والذكاء الاصطناعي. ضيفنا النهاردة هو حسام حسني، السي او والكو فاوندر لشركة 3C المتخصصة في تعليم البرمجة للأطفال من سن 6 سنين لسن 18 سنة. أهلا بيك يا حسام. اهلا بيك يا استاذ محمد، ومبسوط جدا بالمقدمه اللي انت قلتها، وان شاء الله يعني الحلقه دي تكون مفيده لكل اللي بيسمعونا باذن الله. أنا حقيقي جدا مبسوط إن احنا مع بعض، ومبسوطين إن احنا لابسين ماتش مع بعض يعني من غير ما نرتب لده يعني. هدف واحد، احنا الاثنين عاوزين نفيد هو هدف المستمعين. هو بالظبط. فعلا هدف واحد. ودايما أنا بعتبر حسام من الناس اللي عندها خبرة في المجال ده، وده مش من فراغ. أنا يعني عارف كواليس كتير جدا عن رحلتك وعن رحلة 3C، ولكن في البداية أحب يعني تعرفنا أكتر عن حسام وخبرتك التعليمية وبتعمل إيه حاليا دلوقتي. بص يا محمد، انا حسام، انا خرجت من كليه سنه 2019 كليه هندسه جامعه حلوان. رحلتي ابتدت حرفيا من وانا في اولى كليه دايركت كده. احنا داخلين كليه هندسه بنبدا ان احنا نبقى انفولفد في ستودنت اكتيفيتيز كتيره. الستودنت اكتيفيتيز دي كلها بتتكلم في التك، بتتكلم في حاجات مختلفه، مسابقات، كومبيتيشنز ليها علاقه بالروبوتكس وهكذا. بس طبعا احنا كان الايدج جروب بتاع الايه الكبار يعني. فجاي واحنا في اولى كليه بالظبط يعني احنا خدنا دايركشن كده، يعني احنا بقينا شطار قوي تك، وبنعرف نعمل بروجكتس وبنعرف نعمل مشاريع وبنشتغل على الاردوينو وبنشتغل في حاجات مختلفه. فكان في يعني دايركشن ان احنا نبدا ان احنا ايه نعلم الطلاب الكليه اللي احنا فيها الروبوتكس. تمام كده، ممتاز. الموضوع ابتدى ان هو يتطور. احنا طبعا كنا شغالين كستودنت اكتيفيتيز في مجالات مختلفه، ابتدى يتطور ان هو يبقى لا طب ليه ما يبقاش ده يعني بزنس بقى، نبدا ان احنا نفتح تريننج سنتر وندي فيه كورسات. ده طبعا ملوش علاقه ب 3C، انا بحكي لك الجيرني ابتدت ازاي بالظبط. يعني. ابتدينا دايركت ان احنا خدنا مكان جنب هندسه كليه هندسه المطريه. كان الهدف منه ان احنا نبدا نعلم طلاب كليه هندسه المطريه او ان احنا يعني بروموت ليهم بروجرامز تدريبيه بس تكون مختلفه شويه. فاسسنا حاجه اسمها هاكر سبيس. هاكر سبيس بالظبط كده. هاكر سبيس دي يعني ساعتها خدت ايجو كبير قوي واتعرفت جامد، لان هي يعني طلعنا كمان بقى في الراديو، طلعنا بقى في حلقات تلفزيونيه، لان احنا عملنا انوفيشن في حاجات مختلفه. كان مثلا عملنا عربيه بنتحكم فيها بالتليفون. سنه كام اصلا في الجامعه ساعتها؟ كنا ساعتها في اولى كليه بالظبط. اولى كليه. وكان ده الدايركشن بتاعنا بقى، يعني احنا نبدا ان احنا ايه
نتيتش الستودنتس حاجات مختلفه، نكستمايز مثلا تكنولوجي معينه، اردوينو مثلا ازاي ان انت تستخدمها بدل ما انت جاست بتليد بتنور ليد اون اوف، اللي في هندسه اكتر هيفهموني الكلام ده، لا اللي انت ازاي تاخدها في تعمل بقى سمارت هوم مثلا، موديول قابل للبيع يعني. فجه في 2019 بالظبط، في 2015 سوري بالظبط، لقينا يعني ابتدى ان يكون في ريكوستس بتجيلنا من ستودنتس، من اطفال، ان هم حابين يتعلموا البرمجه والذكاء الاصطناعي. فجالي طالب المكان وكان انترستد جدا ان هو يدرس نفس البرامج دي. فطبعا يعني انت عندك باك جراوندز بحكم ان انت موجود، فانت عارف ان في كومبيتيشنز، بس هي بتشتغل بتكنولوجي كاستمايزد على حاجات للكبار. طب في حاجات برضو للاطفال، بس هي برضو يعني هدفها ترويجيه اكتر مش ليرنينج. لكن ده جاي هو واخد كل المسابقات، بس هو انترستد ان هو يبدا بقى يتعلم حاجه ما تكونش جاست ان هي فور فن، لا انا هتعلم بقى حاجه خلاص هشتغل بيها زي ما بيقولوا كده. فابتدينا ان احنا نقول ايه، طب الطالب ده احنا ممكن نديله ايه بالظبط. فكنت ساعتها مسؤول انا شويه عن جزء الكورسز بقى والتيتشنج جايد بتاع المناهج التعليميه وهكذا. فخدت دايركشن ان انا هبدا اشوف ايه هي المنهج التدريبي اللي احنا ممكن نبسطه ليه، وعملت ماركت ريسيرش على الشركات في مصر اللي بتعلم الاطفال البرمجه في الوقت ده بالتحديد. يعني خلينا نقول من بين 2013 ل 2015 كان كل الشركات بتشتغل على مسابقات تمام، كلها بالظبط. مسابقات لشركات زي شركه ليجو مثلا بتعمل مسابقه وليكن اسمها FLL، مسابقات كلها هدفها في النهايه انجينيرنج سكيلز، مش مسارات تدريبيه او مسارات تعليميه ايه بالظبط. واضحه يعني. فقلنا واي نوت، وكمان بيشتغلوا على الكيتس دي غاليه جدا، فهي مش في متناول اي اسره ان هو يقدر ان هو يتعلم عليها. فاحنا كان ساعتها في كيت كده كان مشهوره اسمها اردوينو، الكيت ديت يعني رخيصه بالنسبه لاولياء الامور يقدروا ان هم يتعلموا اولادهم يتعلموا عليه. فجبنا الكونتنت، جبت الكونتنت، ابتدينا ان احنا نبسط خالص المحتوى اللي احنا بنقدمه ازاي ان احنا نقدر بقى ندرسه ايه لطفل هنا، حلو. تمام كده. فابتدينا ان احنا بقى ايه يعني اخد كورسز بقى في ازاي ان احنا ايه هي انماط التعلم، ويعني ايه تعلم مرن، وايه الاكتيف تصميم ليرنينج. تعليمي وفجاه بقى لقيت نفسي داخل خلاص بقى في اتجاه ايه، ان انت بتشتغل بشكل ساينتفك، ان انت بتبني محتوى علمي لطالب صغير. يلا بينا ندي الطالب دوت البروجرام. لا الطالب حقق نجاح كبير جدا، وابتدى بقى ان هو كمان يعمل يروح يعمل ريسيرش بنفسه ويجي لك بابديتس على التكنولوجي ديت وهكذا. حلو قوي. فابتديت ان احنا نلاحظ ان في يعني في نيد، في احتياج كبير. صح. تمام، انت عندك ايه، عندك كل اللي بتخرجوا من الكليات، احنا كان ساعتها حتى الى الان كلهم عارفين ان هم يروحوا ياخدوا كورسات ويتدربوا علشان خاطر يقدروا ان هم يشتغلوا. طب ليه احنا ما يكون في عندنا ايدينا سوليوشن ان احنا نخلي الطلاب دول بقى من هم سن 6 سنين و8 سنين يبتدوا ان هم يتعلموا بقى البرمجه والذكاء الاصطناعي، ويبتدي يشتغل لمده 10 سنين بالشكل ده. طب ايه اللي هيحصل فيه؟ فكان الكونسبت بالنسبه لنا من زمان، هو مولود اصلا كبير يا محمد، فاهمني؟ يعني انا اصلا مش بستهدف ان انا اديله كورس الاردوينو ده بس، لا خالص. هو الفكره كانت مولوده بشكل كبير ان احنا هنعمل مسار تعليمي كامل تمام لمده كذا سنه، بحيث ان الطالب ده يكون مؤهل وعنده كل المهارات من وهو في سنه صغير ان هو يبدا ان هو يشتغل في المجالات الخاصه بالتك لما يتخرج، او هو طالب حتى لسه، ويقدر ان هو يحقق لنفسه دخل في سن مبكر يعني. فكان الموضوع بقى يعني خلاص انت ابتديت ان انت تشوف ايه، ان ديت سوليوشن، حل انت هتقدر تقدمه وتخدم بيه كل بيت في مصر، لان كل بيت في مصر عاوز ابنه يكون احسن الناس. تمام، واحنا عندنا عقول فعلا يعني ملهمه جدا جدا، وده يعني حقيقي. الطالب المصري طالب متميز، تمام. والطالب المصري لو لقى بيئه، او لو تم اكتشافه وتم احتضانه بشكل ان هو يقدر ان هو يلاقي الباث بتاعه تمام، او المسار بتاعه، بيكون مبدع جدا. جدا. وولي الامر المصري تمام مهتم وحريص على يعني ان ابنه يكون احسن الناس زي ما بنقول كده. فالفكره ابتدت بايه؟ تمام، مش هنقول صدفه بقى، خلينا نقول ان هي ابتدت بتراي اند ايرور، بتجربه. احنا شفنا نتيجه على طالب، طب يلا بقى بينا ان احنا ناخد الموديل الناجح ده ونعممه ونخليه يبقى شركه هي بتتبنى فكره تعليم البرمجه تم للاطفال، مش بشكل كورسات مبسطه، او بشكل مثلا انا هجيبك اعمل لك مسابقه فهديك قبلها مستويين عشان خاطر تدخل مسابقه. لا، ده انا بدي لك الابلايد تكنولوجيز، ببسطها لك بالشكل اللي يكون مناسب بالنسبه لك. الموضوع يتحول من فكره لمسؤوليه بقى. انت عندك مسؤوليه مجتمعيه، انا مش بس جاي هنا، انا يا جماعه مش جاي الدنيا دي عشان خاطر ان احنا ندي كورسات، لا، او احنا مش داخلين مجال التدريب ده عشان احنا ندي كورسات للطالب، لا، انا عندي
او احنا عندنا تو دايركشن الاول ان احنا نطور محتوى ونبسط محتوى. ده كان تشالنجينج كبير جدا بالنسبه لنا، والى الان شغالين عليه، وكل يوم مع اي ابديت بيحصل احنا بنطور المحتوى ده بشكل معين بالنسبه للطالب. والتشالنج الثاني ان احنا نبقى موجودين على مستوى مصر، موجودين على مستوى الميدل ايست، وازاي ان احنا نكون بنبوم وبنظهر بالنسبه لاولياء الامور بالشكل اللي يخليهم يفهموا فعلا اهميه البرمجه. تمام. فاخدنا كيرف كبير بقى يا محمد في الموضوع دوت. ومن هنا كانت البدايه. من هنا كانت البدايه بتاعتنا ابتدت بان انت فكره، مسؤوليه، انت حاسس ان حاجه خلاص بالكوميتمنت. يعني انت عارف انت لو جيت في يوم كده قصرت قلت لا انا هتراجع شويه، لا يا جماعه انا عندي كوميتمنت، انا مسؤول اصلا، او احنا كشركه ك3C. وحتى على فكره نفس السايكولوجي ديت هي عند الصف عندنا، احنا مسؤولين ان احنا نليد تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي، ان احنا فعلا مسؤولين ان الفكره دي تكون موجوده في كل بيت في مصر بالطريقه اللي احنا اصلا بنليد الماركت فيها، ان احنا فعلا كاستمايز بروجرامز كبيره. عندنا طلاب، الاف الطلاب اتخرجوا، الالاف الطلاب دولت مفيش حاله فرديه لطالب اتخرج من عندنا كان المسار بتاعه مش واضح. لا، الطالب ده بيبتدي من وهو صغير اصلا بيفكر بشكل لوجيكال ثينكينج، بروبلم سولفينج. فتلاقي الطلاب هنا خارجين مميزين ومبدعين، فبقى في كوميتمنت، اهتمام بشكل كبير جدا ان انت مسؤول عن طالب، ومسؤول ان انت تكون في كل بيت. فبقى في موتيفز كتيره بتحركك تجاه الفاليو الكبيره، او تجاه السوليوشن اللي انت بتقدمه والحل اللي انت بتقدمه لولي الامر، اللي هو فعلا عنده يعني رغبه ان يشوف ابنه احسن الناس. دي يعني رحله برضو بصراحه تحترم. تتكلم دلوقتي في 10 سنين من بدايه تاسيس 3C، بنتكلم النهارده في 10 سنين. 10 سنين دي خلينا نقول ان طبعا انا شايف ان احنا في ترند كبير جدا موجود في مصر دلوقتي. علم ابنك البرمجه، علم ابنك الذكاء الاصطناعي، ده ترند مهم جدا. وفي نفس الوقت في مبادرات كتير جدا الدولة بتعملها، مبادرات بتساعد الشباب وبتساعد كمان الجيل الصغير كمان ان هم يتعلموا البرمجة والذكاء الاصطناعي. ولكن من خبرتك، لانك انا عارف يعني كنا حتى واحنا بنتكلم مع بعض بتقول لي احنا مش مجرد مكان بنعلم الناس فيه البرمجة وخلاص، احنا عندنا فريق متخصص في اعداد المحتوى، وفي فريق متخصص في كل الاجزاء اللي انتوا بتحتاجوها. فايه المميز النهارده اللي بنتكلم فيه او الميثودولوجي بتاعتكم اللي انتوا تتبعوها في 3C في جزء تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي؟ تمام. خليني اقول لك ان الميثودولوجي بتاعتنا، يعني لو هنتكلم على ميثودولوجي او منهجيه اصلا تدريسنا للطلاب البرمجه والذكاء الصناعي، فهي كانت جيرني طويله. يعني خليها ممكن ادي لحضرتك بريف كده عنها يعني. تمام. انت عارف اي حاجه لما بتيجي تبدا، تمام، هي طالما هي فكره فيها انوفيشن او فكره فيها ابداع، بتكون محتاجه شويه ناس في الاول يثقوا فيها، والناس دولت يبتدوا ان هم يجربوا المنتج دوت، والمنتج دوت ايه ان هو يكبر. زي ما كنت بقول لك ان احنا دلوقتي اصلا هدفنا ان 3C ما تكونش جاست ان هي بتبيع ايه بروجكت، او ان هي بتبيع حاجه معينه للطالب وخلاص وتسيبه على كده، او ان هو تكون بتقدم له كورس بسيط وسطحي وتسيبه. لا، احنا كنا جايين من داي 1 عندنا جول ان احنا نبقى بنريشيب او بنغير الكونسيومر بيهيفير او وجهه نظره عن التعليم. تمام كده. اوكي. يعني حتى خلينا نتكلم عن شركات حتى الجلوبال، اللي هو مثلا شركه زي مايكروسوفت او شركه زي فيسبوك، هي دلوقتي اصلا غيرت يعني في الفاليو اصلا بتاع البرودكت نفسه. يعني الناس دلوقتي بقت تتواصل من خلال السوشيال ميديا. تمام. بالزبط. يعني بقت المين كونسيرن عليها. احنا كذلك احنا عاوزين نقول ان احنا بنبوش في اتجاه ان ولي الامر لما يجي يفكر بعد كده في التعليم هيفكر في ايه؟ في البرمجه والذكاء الاصطناعي. طب ده بيحتاج مننا ايه؟ محتاجين ان احنا طول الوقت يكون عندنا المنهجيه ديت هدفها ان هي تديفلوب كاريكولمز مناسبه للطلاب عشان الطالب يحب البرمجه والذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت تكون لينكد بمسارات العمل اللي موجوده بالفعل في سوق العمل حاليا، اللي هي بتتغير كل يوم على فكره. صح. تمام. فالميثودولوجي بتاعتنا قائمه على شقين، شق ان احنا نكون بنقدم تكنيكال عالي جدا للطالب ومحتوى عالي جدا فنان للطالب ومناسب لسنه ويخليه يحبه عشان خاطر الطالب ده يقدر ان هو يكمل، ما يكونش بروجكت صعب. تمام كده. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نروح للطالب اديله معلومات مختلفه ومتكرره واديله كورسات بسيطه وادخله في حصه مع مدرب ويقعد شغال، وطالب سنه رابعه ليه محتوى، وطالب سنه خمسه ليه محتوى، وطالب سنه سته ليه محتوى، وكلهم في الاخر طالب رابعه وخمسه وسته تلاقيه بيكرر المعلومات. لا، احنا عندنا الكاريكولمز دي بتتراجع من منطلقين. المنطلق الاول المنطلق الفني. انتوا اللي عاملينها المناهج احنا بتاعتها اللي عاملينها ديفلوب. بس في بعض الشركات وبعض الاماكن مع احترامي طبعا بيروح جايب حاجات بتتنفذ بره ويجي يحاول ينفذها هنا، فدي طبعا ما بتمشيش مع عقليه الطالب المصري ولا مع الفروق الفرديه اللي ما بين كل طالب وطالب. فدي المناهج انتوا اللي عاملينها بنفسكم. هوضح لحضرتك حاجه. تمام. في حاجه اسمها توصيات تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. تمام. دي توصيات عالميه.
تمام. التوصيات العالميه دي عشان خاطر الطالب المصري يقدر يستفاد بيها او اي طالب عربي لازم يحصل لها لوكاليزيشن على مستوى البلد اللي هو فيها. تمام. لان الطالب هنا دي بتبقى التوصيات دي بتبقى لينكد بالانترستس بتاعته، لينكد يعني عايز اقول لك بالاهتمامات بتاعته، وفي نفس الوقت بالحياته اليوميه هو بيعمل فيها ايه. فانت التوصيات دي بتبدا ان انت تاخدها تعمل لها لوكاليزيشن. تمام. اوكي. لكن تمام دي لوحدها مش كفايه. ليه بقى؟ لان اغلب مفهوم تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال بيميل في الاغلب كل الشركات او حتى الاتجاه العالمي دي ان هو برامج هدفها ان انا اخلي الطالب يعرف يعني ايه لوجيكال ثينكينج، يعني ايه بروبلم سولفينج، يعمل مشاريع بسيطه وخلاص. فبناء على ده جه دورنا احنا ان احنا كونا فريق اكاديمي تمام قوي جدا. فريق اكاديمي ده يعني بيشرف عليه متخصصين تعليميين ومتخصصين تربويين. متخصصين تعليميين في التك، يعني احنا عندنا في التك نفسه، في التك اندستري نفسها في ناس شغاله طول الوقت في ان هي تديفلوب كاريكولمز. طب الكاريكولمز دي بقى او المناهج التعليميه دي هل هي ينفع انها تدرس للطفل اللي عنده 6 سنين و8 سنين ولا لا؟ طيب لو هي ينفع خلاص احنا خليها ينفع. طب المدرب نفسه بقى اللي هيدرس الماده التعليميه اللي احنا مطورينها، هل هو ينفع ان هو يدرس للطالب ده ولا لا؟ ما ممكن يكون مهندس شاطر جدا بس يجي يشرح لطالب، الطالب محتاج صبر، محتاج ان هو يعني يتبسط له معلومه بشكل معين، محتاج حد يستوعبه، حد يفهمه، حد يعرف ان هو يعمل له مانجمنت. فالمنهجات التعليميه بتاعتنا هي متكامله، هي منظومه بتدمج ما بين المدرب والمحتوى التعليمي اللي بيناسب التطور اللي بيحصل في وظائف العمل، وفي نفس الوقت المحتوى التعليمي اللي بيناسب ان هو يتدرس لطالب بشكل معين. وبندمج فيه المهارات، سواء كانت بقى مهارات البيزنس سكيلز او يعني خلينا نقول مهارات رياده الاعمال مع مهارات البرمجه والذكاء الاصطناعي مع السوفت سكيلز، في عقليه واحده، عقليه تقدر انها تخرج طالب عنده القدره على التواكب مع اي تغيير. اي تغيير هيحصل في المستقبل هيكون في جزء ليه علاقه بالتك او بالتكنولوجي، ايا كان التغيير ده اللي هيحصل ايه، فالطالب جاهز من دلوقتي ان هو يتكيف معاه، قادر ان هو يتعامل معاه. فالمنهجيه اللي احنا حاطينها تمام هي بتدمج ما بين مدرب شاطر قادر يوصل المعلومه للطالب، منهج قوي معتمد جايبين اعتمادات عالميه عليه. تمام. احنا واخدين باي ذا واي اعتمادات من كذا مكان، احنا موست اكريديت سكول في الميدل ايست، وجمعنا اعتمادات اعتماد منين بالظبط؟ اعتمادات على الكونتنت او على المنهجيه نفسها من STEM.org، واعتمادات STEM.org بالظبط دي كده. المؤسسه عالميه بتعتمد المناهج اللي ليها علاقه بالبرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال، صح؟ بالظبط كده. يعني دي واحد من الاعتمادات اللي احنا واخدينها على الكونتنت. وبالظبط في اعتمادات تانية واخدين طبعا اعتمادات كتير، يعني منهم اهمهم خلينا نبرز برضو الايزو 21001 دي متخصصه في اداره المؤسسات التعليميه. فالمنهجيه بتاعتنا زي ما وضحت لك كده هدفها في النهايه ان احنا نخلي عقل الطالب يقدر ان هو يأدبت مع اي تغيير. طب عشان خاطر عقل الطالب يقدر ان هو يأدبت مع اي تغيير بيحصل في الجانب التقني، فهو لازم يكون ابديتد، الكوريكولم بتاعنا ابديتد بالوقت اللي الطالب بيدرس فيه الكونتنت ده، وفي نفس الوقت متبسط له بشكل يكون مناسب بالنسبه له، ويكون المهندس اللي بيقدر ان هو يوصل له المعلومه دي كواليفايد انف ان هو يتعامل مع الطالب. مش بجيب المهندس كده وخلاص، لا احنا عندنا على فكره مهندس بياخد لايف تايم يعني ما تقلش عن 3 شهور عشان خاطر يكون قادر ان هو ينضم لل3C. 3 شهور تدريب، بيعدي بشادوينج في بيعدي بتدريب، بيحضر تدريب فعلي على المحتوى بتاعنا احنا للدوله اللي احنا بنقدمه فيها، لان كل كونتنت عندنا بيتقدم بشكل مختلف في الدوله اللي احنا بنقدمه من خلالها. بلس ان هو كمان بيعدي بشادوينج، بيبدا ان هو بيحضر سيشنز تدريبيه ل3C عشان خاطر يقدر ان احنا يسمع ويشوف الحد الموست اكسبرت عنه او الاكثر خبره منه هو بيدرس ازاي. وفي نفس الوقت لما بيجي يمسك جروب او بيبدا ان هو خلاص انا هبدا ان انا ريدي تو تيتش، لا انت التيتشنج بتاعك بيكون دايما يعني اندر سكوب لفتره كبيره. طبعا ده غير الاوديت بقى اللي هو بيتم على المحتوى او على السيشنز بعد كده، لكن يعني مش بنختار اي مهندس وخلاص، لا لازم يكون ليه كواليفيكيشنز تسمح ان هو يكون وان اوف 3C، الناس اللي هم عندها الانيشيتيف ان هم يكونوا موجودين في كل بيت في مصر، وبيقدر ان هو يديليفر الفاليوز اللي احنا عاوزينها ليه ولي الامر. ممتاز. طبعا كويس جدا ان انت عملت منشن لجزء الاكريديتيشن او جزء الاعتماد، لان دي واحده من الحاجات اللي بصراحه بحترمها جدا لما بلاقيها في بعض المؤسسات، لانك طبعا معنى كلمه اعتماد فانت اوريدي يبقى عندك رولز، عندك بروسيس، عندك ميثودولوجي لكل حاجه بناء عليها بتحصل على اعتماد الايزو اللي هو 2021، وده طبعا بيتجدد بناء على ان انت بتابديت مع الحاجات دي. فدي حاجه بتوضح طبعا ان انتوا عندكم منهجيه، لان طبعا يعني مع احترام انا اسف يمكن بقى في ترند كتير جدا، كل 5 تنفار عملوا شركه ويلا ندرس برمجه ويبيعوا كورسات، وطبعا ربنا يوفق الجميع. بس ستيل انا شايف مش هنقول ان هو ده حاجه وحشه، بس هنقول ان ملهاش امباكت. فكويس ان يبقى فيه
ميثودولوجي انتوا شغالين عليها، وفي نفس الوقت في جهات بتراقب عليكم او بتعمل لكم اوديت عشان خاطر تقول ان انتوا كواليفايد ان انتوا تشتغلوا في الجزء ده. عندي سؤال ليك يا حسام، بما انك يعني انا دايما بشوف لك كده بمشاركتك في ايفانتس في مصر وبره مصر، وبتتكلم عن الموضوع ده كتير جدا، شايف صناعة تدريس البرمجة للأطفال في السن الصغير دي رايحة فين؟ الصناعة دي رايحة فين يعني، بما انك واحد من الناس اللي بتليد الحتة دي؟ جميل جدا. طيب خليني اوضح لك حاجه، في حاجه كده دايما اسمها الانوفيشن كيرف. تمام. اي برودكت جديد او اي خدمه جديده بتبدا ان هي تنزل، تمام، بيكون ليها انوفيتورز، دول بيكونوا عددهم 2.5% من الاجمالي المهتمين او من اجمالي الماركت، اللي هو بيقول يا جماعه الحاجه دي مهمه، ويبدا ان هو دوت اللي بياخد الانيشيتيف ان هو يجربها. اوكي. فخلينا نقول ان احنا بعد فكره الانوفيتورز دول بيبدا ان هو يكون في مين؟ يكون في الايرلي ادابترز، دول بيكون الفوليوم بتاعهم 13.5% الناس اللي هي مهتميه ان هي تبدا ان هي تاخد البرودكت ده لو عملنا له تطبيق عملي على فكره تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي، خلينا نقول ان احنا لسه في مرحله، يعني مش هقول يعني بنكسيد، يعني احنا رايحين دلوقتي ان احنا نكسيد مرحله الانوفيتورز، وداخلين لسه على الايرلي ادابترز. خليني اقول لك ان انا باكسبكت ان تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال ده هو هيكون الكونسيومر بيهيفير، المواطن المصري او ولي الامر المصري نفسه، تمام، هو هيكون بيفكر ان البرمجه والذكاء الاصطناعي هي الحاجه الاساسيه اللي المفروض ان هو ينفست فيها لابنه. وخلينا نقول برضو الدول والحكومات دلوقتي والرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم فكره تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال، وكمان الحكام العرب كلهم دلوقتي بيدعموا فكره تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال من خلال مبادرات بتكون مجانيا تماما، ومن خلال يعني كل حاجات دورات بيعملوها لتعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. فاحنا لسه يعني لسه قدامنا كتير. خلينا ناخد مثال، عندك التجربه الخاصه بفنلندا وسنغافوره، دلوقتي حاليا بقوا من التوب 10 على مستوى العالم في جوده التعليم. ليه؟ لان هم اتجهوا كليا لستيم، اتجهوا كليا لتعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي او بمنهجيه ستيم بشكل عام، تمام. بقى هم الرول موديل في التدريس، يعني اي حد مهتم بالتدريس بيروح يبدا يشوف فنلندا وسنغافوره عملوا ايه في المناهج التعليميه بتاعتهم علشان خاطر يبدا ان هو يطور البنيه التحتيه في التعليم عنده. فاحنا ذا سيم، احنا ستيل لسه في الاول في كونسبت تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. بلس كمان ان طبيعه الميدل ايست ان احنا عاوزين يكون عندنا كدوله، او احنا حابين ان الطلاب اللي بيتخرجوا عندنا يكونوا جاهزين ان هم يصدروا مهاراتهم للخارج وهم جوه بلدهم. تمام. عندنا التجربه الهنديه، الهند دلوقتي هي يعني رهيبه، السي اوز اللي في الشركات العالميه كلها نود بالظبط، واحنا الكومبيتيتورز بتاعنا مينلي اغلبهم هنود. تمام. فلما تيجي انت تبص على تمسك كده الخريطه بتاعت الميدل ايست، تمام، لا احنا مصر ممكن تكون من الشركات اللي هتبتدي انها تصدر بشكل كبير جدا مهارات طلاب اللي بيتعلموا برمجه وذكاء اصطناعي على مستوى العالم. تمام. فاحنا لسه في مرحله الايرلي ادابترز، يعني لسه احنا فيها لسه قدامنا كتير عشان خاطر نقدر ان احنا نغير في ثقافات على مدار. احنا بنتكلم في مصر مثلا لوحدها فيها اكتر من 120 مليون يعني مواطن، تمام. فانت هدفك ان فعلا كل مواطن في ال 120 مليون مواطن دول يكون عارف الفاليو الخاصه بتعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. فده الجول، رقم كبير بالظبط كده، ده الجول، وده توجه العام، توجه الحكومات وتوجه الوزارات، حتى ان هي تبدا ان هي تقول يا جماعه المستقبل كله دلوقتي في التكنولوجي. الحاجه اللي هتاخد الاقتصاد القومي لمصر وتاخد الدخل القومي لمصر في حته بعيده قوي هي تصدير المهارات. صح. ومش محتاجين ان احنا كمان نصدر كوادر، يعني مش محتاجين ان اخلي الطالب او اخلي مثلا المواطن يخرج بره بلده، لا ده هو ممكن فريلانس او يشتغل من بيته جوه بلده. فلو بقى في رؤيه واضحه، تمام، ازاي ان احنا نبدا ان احنا يعني يعني ان احنا نخلي المصريين ككوادر ان هم فعلا بيليدوا فكره التكنولوجي على مستوى العالم، تمام، وبيصدروا مهاراتهم على مستوى العالم، واحنا عندنا قوه بشريه هائله، تمام، ويبقى دي حاجه اللي بتميزنا بشكل كبير جدا كتكنولوجي. يبقى الموضوع هيكون في حته بعيده يعني ان شاء الله. انا مبسوط ان انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان فكره ان الوزارات دلوقتي وكل الدول كمان بقت تعمل مبادرات. الامارات، السعوديه، مصر حتى كمان عملت كذا مبادره، من اول مبادرات البراعم واشبال ونكست ليدر وكميه مبادرات كتير جدا.
كان هدفها في الاساس ان احنا نعمل توعيه وان احنا ندي فرصه للطلبه ان هم يتعلموا. ده جزء طبعا منه ليه هدف كويس ان انت اتكلمت عنه، ان هو ليه كلير بوينت ان الناس دي بعد الطلبه دي ما بتتعلم برمجه وبتتعلم اي اي او بتتعلم اي تكنولوجي هتصدر تكنولوجي، او الناس دي هتسافر، او الناس دي هتدخل دخل بالدولار. فده بالنسبه لنا بيدخل لنا عمله صعبه، وبيدخل لنا كمان بالظبط. بيخلينا نليد الحته دي. وفي نفس الوقت كمان ان دلوقتي زي الاي اي والذكاء الاصطناعي عموما وعلوم البيانات والبرمجه دخلت في كل التخصصات، فبقت انت بتحتاجها بس في التكنولوجيا، بس بتحتاجها جوه العقارات، جوه التعليم، جوه الصحه، جوه الزراعه. فانت محتاج كوادر. وفي نفس الوقت كمان انا شايف ان الحاجات دي مبادرات كلها كويسه جدا. ببسط ان هم طبعا بيدوا فرصه لكل الناس ان هم يتعلموا حتى غير القادرين، او اغلبها مبادرات مدعمه. وطبعا يمكن حسام عندي سؤال هنا، شايف التأثير اللي بيحصل للطلبة دول بعد ما بياخدوا الكورسات دي؟ يعني لانك انت دلوقتي قصدك على مستوى المبادرات بالظبط. يعني تعالى مثلا النهارده انتوا بتشتغلوا في الامارات اظن، وفي كذا دوله انا عارف، ولكن خلينا نقول دلوقتي شايف المبادرات والحاجات دي كلها بتغير حياه الطلبه عامله ازاي؟ يعني حياه الطلبه بتتغير ازاي بعد ما بيتعلم البرامج التدريبيه اللي لها علاقه بالبرمجه بالزبط. بالذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيات؟ يعني بص، خليني لو هقولها لك يعني بشكل مختصر جدا، ان الطالب بيكون موجود جوه قالب التعليم المدرسي، الكتاب والكراسه والمناهج التعليميه العاديه، دي حاجه مهمه واساسيه، وهي ده المصدر الاساسي للمعرفه. صح. لكن لما بيبدا يتعلم برمجه وذكاء اصطناعي حتى لو لوقت قليل، يعني حتى لو لمستوى، بيبدا ان هو يحصل سبارك كده في دماغه، ان هو بيبدا يفكر في الفرص حواليه هي موجوده ازاي. تمام كده. فبيبدا ان العقليه بتاعته تختلف. يعني حتى ولي الامر لما هو يجي يفكر انا هعلم ابني برمجه وذكاء اصطناعي دلوقتي ليه، ما ممكن ما يشتغلش بيهم في المستقبل؟ لا خالص. عشان كده احنا لما ركزنا اصلا في 3 سي ان احنا نعلم برمجه وذكاء اصطناعي، احنا قلنا هنعلمها للاطفال بشكل اكبر، وعملنا ستريس عليها، لان انا هنا بركز على مايند سيت كامله، مايند سيت عقليه طالب كامله قادره ان هي تتواكب مع اي تغيير بيحصل دلوقتي او هيحصل في المستقبل. فالعقليه اللي بيحصل عليها ايه؟ اللي بيحصل الفرص، انها بتبدا انها تفكر في الفرص، تفكر في الحلول، ما تفكرش في المشاكل، يفكر ان هو ازاي يخرج بره القالب والنطاق التقليدي اللي كل الناس عايشه فيه، لا لقالب تاني. ده انا في فرص، ده في بيزنس انا ممكن اعمله وانا قاعد جوه مصر، ده انا لو جات لي فكره بيزنس انا قادر ان انا انفذها، طبعا بشكل رياليستيك. بس التغيير البسيط ده في دماغ الطالب بيغير بقى في اهتماماته، تلاقيه ابتدى يفكر بشكل يكون ايه، بوزيتيف عن نفسه. لا ده اقدر ان انا اعمل حاجات كتيره مختلفه، ده في الدنيا حاجات كتير، الدنيا مش بس تعليم مدرسي، الدنيا مش التابلت والجيمز اللي انا بلعبها مع اصحابي، لا انا اقدر ان اكون في كوميونيتيز، مجتمعات بتهتم بالبرمجه، مع ان الدول كمان بتكون بتدعم فكره المبادرات، وبيكون في حاجات الدوله بتقدمها. ده كله بيخلي صناعه جو عام كده في المجتمع الطالب يكون موجود فيه، تمام، بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. يعني مبادره مثلا المعموله دي سي، او مبادرات مثلا اللي معموله في مصر زي مثلا مبادره براعم مصر الرقميه، اشبال مصر الرقميه، او اجيال مصر الرقميه بشكل عام، دي عملت توعيه بشكل كبير جدا جدا لكل الاسر في مصر، او لا الاسر كتيره في مصر باهميه البرمجه والذكاء الاصطناعي. ده دوله بتتبنى الاتجاه ده. طب ايا كان الفاليو الفنيه اللي الطالب هيخرج بيها، فاكبر فاليو خرج بيها هو انه جرب بايده وعرف يعني ايه برمجه، عقله هيبتدي ان هو يفكر بشكل مختلف، تمام، وهيبتدي ان هو بيثار الفضول عند الطالب، يبدا ان هو يدور بقى ما وراء ذلك، ويحب يطور من نفسه، يحب يكمل ياخد حاجات اكسترا. لكن في النهايه بشكل عام الطالب بيشوف الفاليو، بيشوف الفرصه، بيخرج بره نطاق النطاق التقليدي او قالب التقليدي اللي كل الناس بتكون موجوده فيه. فدي فاليو مهمه وحاجه مهمه جدا ان الطالب يبدا ان هو يشوف الفرص اللي موجوده خارج نطاق في الوقت الحالي. يعني انا مش مثلا ان انا عندي 12 سنه ان انا لازم اكون يعني ما فيش حاجه بعملها في حياتي غير ان انا بذاكر، لا انت تقدر انت تذاكر وقت بسيط جدا، ساعتين بس من يومك، ممكن يخلي دماغك ديت تبقى عارفه كميه معلومات لما تيجي مثلا بعد 10 سنين وانت عندك 22 سنه كانك واخد خبره خريج عنده 10 سنين. ده حقيقي بيحصل. شفت ده يا حسام؟ يعني شفت حياه طلبه اتغيرت بعد ما خدوا دورات البرمجه والذكاء الاصطناعي، سواء عندك او من الاماكن اللي انت بتشتغل معاهم كاستشاري وبتوجههم، بتشوف امباكت بيحصل حقيقي؟ يعني عندك قصه نجاح كده تقدر تقول لنا عليها لطالب مثلا؟ هقول لك على حاجتين، تمام كده. على مستوى الشركه عندنا، احنا عندنا ستودنتس دلوقتي عاملين بروفايلز على لينكد ان، في منهم بيجي لهم على لينكد ان، على لينكد ان، وكتير على فكره، تمام. ده سنه كام سنه ده؟ يعني في منهم من اول سن 8 سنين،
طبعا بيبقى اندر يعني عشان خاطر البوليسز بتاعت لينكد ان، بس ده بيبقى تحت اشراف ولي الامر. لو بيدخل بيعمل نفسه بروفايل على لينكد ان وبيتكلم في المهارات اللي هو استفادها وبيوفر الشغل بتاعه، وبيقول انا يا جماعه انا فريلانسرز، انا بقدر ان انا ادخل نفسي دخل بالدولار. طبعا ده على مستوى ايه شركتنا. في طلاب عندنا في سن صغير جدا تمام قدروا ان هم يعملوا بروجكتس تمام، بروجكت فكره البروجكت، ويحاول ان هو يجيب له مستثمرين. وطبعا ده مشهور، يعني في طلاب بتطلع في برامج اللي لها علاقه بالانفستمنت وهكذا وهم صغيرين، ده 10 12 11 سنه. طب هل في حاجه، هل دول مولودين بقدرات خاصه عشان خاطر يبتدوا ان هم يكونوا كده؟ لا، هو بس انفستمنت واكتشاف ان انت عندك طالب لو علمته البرمجه والذكاء الصناعي، اي طالب يقدر يتعلم البرمجه والذكاء الصناعي وارد جدا بنسبه تفوق 90% ان هو يعني يبقى بالشكل ده بالكاركتر دوت. طيب على مستوى العالم بقى، انت لو رحت دلوقتي يعني شفت طلبات الشركات اللي بتعمل هايرنج دلوقتي في مصر او في اي دوله في العالم، هتلاقيه بيقول لك ان بالتحديد لما بيتكلموا في مصر يقول لك انا عايز فريش جراديويت بس انا عايزه خبره 5 سنين مثلا. ايوه دي بتبقى صدمه دي بصراحه. اللي هو هتجيبها منين دي؟ أيوة. فمعنى كده ان هو بيستريس في كونسبت ان انت لازم تكون اصلا انت شغال من وانت اصلا في ايه في الكليه تمام، عندك خبره عمليه من وانت في الكليه. فاحنا بنختصر ده كله وانت بتبدا من دلوقتي تتعلم البرمجه والذكاء الاصطناعي. الوقت اللي انت كان بيضيع في الالعاب ما بقاش يضيع في الالعاب. فيدباك اولياء الامور نفسهم، لما ولي امر يجي لي يقول لي انا ابني كان 24 ساعه قاعد على التليفون والتابلت، دلوقتي لا، انا ابني ابتدى ان هو يكون في اتجاه تاني خالص، يبتدي ان هو يعمل سيرش على بروجرامز، بيعمل مشاريع، بيجي يشاركني فيها، حاجات بتكون انسبايرنج. ولي الامر بيبتدي يشوف انا فعلا ابني ده لما خدت قرار او عملت تغيير بسيط فيه، انا اكتشفت ان انا كان عندي يعني حاجه كبيره جدا في البيت ويعني واثق فيه. وبرضه يعني خلينا نقول ان انتوا بتغيروا طريقه تفكير الطالب، فبيبقى مع الوقت هو واصل ليه ان طريقه تفكير ابنه وموضوع طبعا لينكد ان دي انا ببساطه، انا اصلا لسه شايف بوست على السوشيال ميديا لحد مسك تليفون ابنه او معرفش، هو لقى ابنه بيسيرش على التليفون بتاعه على ازاي تعمل بروفايل على لينكد ان. فانا لسه والله امبارح مش عارف ولا اول امبارح وانا بتفرج كده، ف يعني مبسوط فعلا ان بقى عندنا جيل. طبعا زي ما احنا بنشوف دلوقتي، انا بعذر اي حد ابنه او بنته، مش بعذره بس انا بنصحك طبعا ان ابنك بيضيع وقت كتير على التيك توك وعلى برامج ملهاش لازمه وبيتفرج على حاجات ضايعه ممكن يستفادها في فكره الالعاب، ان هو يتعلم يعمل لعبه تعليميه، او حتى كمان مش يعمل لعبه تعليميه، ان هو يشارك في العاب وحاجات الاونلاين جيمز برضه في منها حاجات بتغير طريقه التفكير، في نفس الوقت ان هو يتعلم حاجه زي كده تفرق معاه وتغير له طريقه تفكيره وتحسن كمان مداركه. وان هو طبعا البرمجه مبنيه على حل المشكلات وقاعده اف، وان هو عارف ازاي يحل المشكله بطريقه او باخر. بس هنيجي هنا للسؤال اللي دايما كل ولي امر وانا يعني انا واحد من الناس اصدقاء ليا كتير جدا، محمد انا عايز اعلم ابني برمجه، انا عايز اعلم ابني ده. ايه نصايحك لاي ولي امر عنده ابن عنده 6 سنين وناوي يعلمه برمجه او ذكاء اصطناعي، يعمل ايه؟ دينا روجيتا. طيب تمام، انا هحط نفسي دلوقتي يعني كولي كأب، هقول لك انت تفكر ازاي. بالظبط. خدت التجربه وبقالي 10 سنين بعلم في ولادي برمجه. طيب اول حاجه ان انت تختار المكان اللي انت واثق ان هو ابنك من خلاله هيقدر ان هو يحب البرمجه، يحبها. دي النقطه. اختيار المكان. اختيار المكان ليه بقى؟ لان الطالب ده، طب اختيار المكان ده عليه مجموعه معايير تمام، صح، بس لازم تطمن ليه الاكسبيرينس بتاعت المكان دوت. مش اي حد يقدر ان هو يعلم او يوصل معلومه لاي حد. صح. طب ما بالك لطالب بقى، ما بالك لطفل عمره مثلا من سن 6 سنين في المرحله العمريه المستهدفه اللي انت اللي ابنك فيها. فانت لازم تكون مطمن للمنهجيه اللي او خبره المكان في توصيل او تبسيط تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. تمام. فلازم انت يكون ابنك في وسط مؤسسه، في وسط منظومه متكامله. هقول لك على حاجه، انت عارف ممكن يكون مثلا شخص شاطر قوي قوي تمام، بس وهو في مؤسسه، طب لما يجي يخرج من المؤسسه ديت يروح يشتغل لوحده. فالمنظومه الكامله تمام بتدعم نجاح العمليه التدريبيه في على مستوى التعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. ممتاز. ما تتاخرش. كل يوم انت بتاخره تعلم ابنك فيه البرمجه والذكاء الاصطناعي تمام، انت كل ما بتخسر فرصه ان ابنك يتعلم جديد وان ابنك يكون جاهز لبكره. فابدا معاه فورا. تمام كده. ممتاز. النتائج اللي انت هتشوف نتيجتين تمام. نتيجه قصيره الامد، اهتماماته هتبتدي انها تختلف
تمام كده. الكلمات اللي هو بيستخدمها ابتدت انها تختلف، ابتدى يستخدم الحاجه دي، هيبتدي يفكر ورا الشيء ده فيه ايه. تمام كده، ورا اي حاجه هو في الديلي لايف وهو بيستخدمها وراها ايه الكونسبت اصلا، او ايه البيزنس موديل حقيقي ده بيحصل. تمام، ورا مثلا الابلكيشن ده بيكسبوا ازاي. فالنقطه دي مهمه جدا. فدي ان انت هتستنى نتيجه على مستوى البرسوناليتي بتاعته، على مستوى شخصيته هتكون عامله ازاي. تاني بوينت وديت مهمه جدا، ان النتائج يعني مش شرط ان هي تكون بروجكت كبير هو بيعمله. يعني مثلا مش معنى ان ابنك عنده 6 سنين يلا انت بقالك 3-4 شهور بتتعلم، فين بقى الويب سايت اللي انت عملته. لا، لان النتائج في نتائج تنجبل وفي نتائج نوت تنجبل. تمام كده. وعمليه تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال هي عمليه مستمره. تمام، يعني احنا اتليست التايم اللي الطالب يدرس فيه عندنا 2 كل 3 شهور بيكون في ريل بروجكت وبيكون في كومبيتيتيف واي وهكذا. بس انت كولي امر لازم تكون فاهم ان الموضوع عمليه ورحله ايه طويله، مش مجرد كورس بسيط ابنك بيتعلمه ومحاضر منه ليه وخلاص على كده. صح. فاهم بوينت الكوميونتي، ان انت تكون عارف ان ابنك في كوميونتي مجتمع. تمام، اللي هو يكون فيه اللي بيتعلم البرمجه والذكاء الاصطناعي، يكون عنده اصحابه في دول مختلفه. تمام، ما يكونش بيدرس لوحده مع مهندس. انت متخيل طالب بيدرس لوحده مع مهندس لمده اقل كورس مثلا 3 شهور؟ ففي الطبيعي لو كان في البدايه في حماس فابتدي يفقد الحماس ده. بالظبط. فكونسبت ان انت تدرس ابنك في مجموعه عشان خاطر تحافظ على الفكره ان هو بيكونكت تيم وورك كمان، وبيبني نتورك. تمام، ومجموعه يكون عددها مناسب لعمليه تعلم اونلاين. يعني احنا زمان كنا بنشتغل اوفلاين، دلوقتي احنا بنشتغل اونلاين. ففي معايير مختلفه بتدمج ما بين يعني لعمليه التعليم الاونلاين او التعليم الاوفلاين. ممتاز. ويبقى انت كلمتنا برضو يعني عن نقطه، فانا عارف ان اولياء امور كتير جدا من اللي بيسمعونا بيبقوا محتاجين يسمعوا حاجه زي كده. ونيجي للنقطه اللي بعد كده، نقطه المؤسسات التعليميه. النهارده المدارس طبعا عندها ماده حاسب آلي، ولسه الوزاره اعلنت ان في ماده تدريس البرمجه هيبقى في المدارس. هو اوريدي في تدريس برمجه، بس الموضوع مش عارفين، لسه ما عندناش تصور كامل للموضوع هيبقى عامل ازاي. بس خلينا نقول دلوقتي النهارده لو انا مدير مدرسه وبسمع البودكاست ده او بتفرج عليه، وعايزه اتعاون مع 3C او اتعاون مع اي مكان يعني يكون طبعا ثقه يكون عنده خبره، ايه النصايح اللي انت شايف ان مدير المؤسسه التعليميه ده، سواء مدير المدرسه او المسؤول عن التدريبات، عشان خاطر يدخل المناهج التدريبيه دي جوه للطلبه بتوعه، يعني كسمر كورس كجوه المناهج بتاعته؟ طبعا هنا بنتكلم مع سواء بقى مدارس خاصه او مدارس دوليه. تمام، جميل جدا. يعني خلينا نقول ان اي مدير مدرسه هو بيبدا يفكر بالمايند سيت ديت، فهو حابب ان هو اد فاليو للطلاب عنده. فكذلك الكونسبت نفسه، لما انا هاجي اعلم هروح لمدرسه، او المدرسه ديت انا هبدا ان انا اقدم لها البروجرامز بتاعتنا ك 3C. احنا بنبدا ان احنا نعمل كاستمايزيشن للمدرسه دي. طيب لو انا مسؤول في مدرسه او صاحب مدرسه، لازم اكون واثق بشكل كبير جدا من قدره الجهه اللي انا بتعاقد معاها على تقديم البرنامج التدريبي باعلى جوده ممكنه. تمام، ليه؟ لان انا هنا بقدم للستودنتس بتوعي حاجه فاليو كبيره جدا اسمها اسمها البرمجه والذكاء الاصطناعي. فلازم نقدمها لهم بالشكل اللي يسمح ان هم يلمسوا منها جدوى حقيقيه، ما يكونش مجرد ان انا جبتهم وبقى اسمي ان انا قدمت برنامج وخلاص. لا، فمهم ان انت تطمن من حاجتين: من منهجيه المكان اللي انت بتتعاقد معاه، من قدرته على تنفيذ البرامج التدريبيه اللي انت حابب ان انت تدخلها للكيان عندك. احنا عندنا تعاقدات كتيره جوه وبره مصر، وفي كيانات تعليميه بره مصر. في السعوديه مثلا دخلنا معاهم مسابقات وخدنا فيها مراكز اولى، وكذلك في الامارات وهكذا. فقدرتنا احنا ك3C على تنفيذ البرامج التدريبيه وتقديمها بشكل يناسب الكيانات التعليميه، سواء بقى كان في اثناء اليوم الدراسي او بعد اليوم الدراسي، او سواء كان البرنامج اللي احنا هنقدمه للمدرسه بيتقدم اونلاين او اوفلاين، يعني داخل الفصول الدراسيه. كل ده البرامج ديت كلها لازم تكون مطمن من قدره الكيان ده على تنفيذها في معايير واضحه للمحتوى اللي هم بيقدموه، مهندسين مشرفين على تدريب الطلاب عندك. عشان كده احنا دايما بنكون مميزين حتى في البوينت ديت خاصه بالمناهج بتاعتنا. يعني في مدارس مثلا معينه هي بتبقى عايزه كونتنت معين يتدرس للطلاب بتوعها. تمام، فاحنا عندنا تيم كبير جدا. التيم ده او الاكاديميك تيم والR&D تيم بيكون هدفه الاساسي ان هو ياخد الكونتنت او الاوتلاينز دي ويبدا ان هو يعمل لها في صوره منهج قابل للتطبيق على مستوى المدرسه. فالموضوع مش بيتم بشكل عادي يلا مهندسين هيجوا هيدوا محتوى خالص. موضوع مطبخ كبير جدا، كيتشن زي ما بيقولوا كده كبير. كل حد بيبقى مسؤول عنده ريسبونسابيلتيز معينه،
فالتعامل مع الكيانات الكبيره اللي بتاد فاليو حقيقيه في تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي مهم ليك وايمج ليك كصاحب مدرسه، ان انت تقدر ان انت تقدم فاليو حقيقيه للطلاب عندك. ممتاز. فمهم جدا ان انا اختار مكان يكون عنده اكسبيرينس، عنده فريق عمل، عنده امبلمنتيشن بلان، عنده كمان كريكولم معتمد، وعنده مدربين معتمدين. وواحده برضو من الحاجات اللي انا عارف ان انتوا اوريدي كمان يعني كنت كلمتني عنها، فكره الريبورتنج، ان انت إن المكان ده بيديك تقرير عن مستوى الطلبه، مين اللي التزم، مين اللي ما التزمش، مين اللي استفاد، مين اللي ما استفادش، ولو في حد ما استفادش ازاي ممكن نحسن ده. لأن طبعا احنا بنشتغل مع مدارس كتير جدا في مصر وبره مصر، وحتى مثلا بحكم شغلنا مع المدارس فبيجي يقول لنا والله رشحوا لنا مكان عشان خاطر نعلم الطلبه او نتعاقد معاه. فدايما بنبقى احنا برضو بنسلكت البارتنر اللي بنرشحه في الحاجات زي كده. فبقى من كتر الناس اللي بقت تقدم الموضوع ده، فطبعا بقى في عروض كتير، فده بيخلي مدير المدرسه في حيره. لكن مهم جدا انت ايه سابقه اعمالك في ده، لان انا ممكن النهارده اكون بشتغل انديفيدوال كويس جدا، او بشتغل مع ماس ماركت ومع ناس كتير جدا ما فيهاش مشكله. ولكن بقى لو هشتغل مع مؤسسه تعليميه وامشي على النظام كسمر كورس، كدلوقتي كمان في بعض المدارس اللي بتدخل البرامج دي، طبعا بنتكلم عن مدارس خاصه ودوليه، بتدخلها ك unformal education، يتعلموا الطلبة فيها من خلال استعانة ببعض الشركات أو بعض المؤسسات المتخصصة في الكلام ده. فده مهم جدا ان انت لازم تختار الشريك اللي يساعدك في الكلام ده. طبعا مهم جدا موضوع الاعتماد بتاع المناهج ده، حاجة أنا 100%. بالظبط. خليني اقول لك ان في جاب كبيره جدا ما بين، يعني خلينا نقول في جاب ما بين اللي بيتقدم من خلال مؤسسات تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال، وخلينا نقول ما بين المناهج. يعني مدير المدرسه او حتى الاستاف الاكاديمي اللي جوه المدرسه لما هيبدا ان هو يجي يمسك منهج كامل مثلا ل6 مراحل، في جاب. يعني هو المنهج ده صح ولا غلط؟ طب الولاد فعلا لما بيجوا يدرسوا المنهج ده هم بيستفادوا ولا لا؟ تمام. فالجاب دي تمام، المفروض انت المؤسسه اللي انت بتتعاقد معاها هي اللي المفروض بتشيل الباريرز ديت، بتفهمك كويس جدا ايه المحتوى التدريبي اللي هيتقدم للطالب، ايه هي معايير تقييم الطالب من اليوم الاول، تمام، ايه هي الريبورتس الخاصه بالطلاب والستودنتس اللي انت هتبدا ان انت تستقبلها، تمام، عشان خاطر تتاكد من تقييم الطلاب دول. عمليه تقييم الطالب اصلا بتتم بناء على فاكتورز عامله ازاي. هل هي فاكتورز مثلا الطالب حضر فهو كده استفاد؟ طب هي عباره عن بروجكت بس؟ طب هو عباره عن تفاعل جوه السيشن بس ولا لا؟ يعني دور المؤسسه التعليميه اللي انت بتتعاقد معاها او دور المؤسسه اللي هتعلم البرمجه والذكاء الاصطناعي لطلابك، ان هي تضمن او تضمن لك اعلى جوده تدريب ممكنه، وان هي ما تخليش ان في الجاب اللي موجوده دي، ما تعتمدش مثلا على عدم الفهم، ان مثلا الكونتنت اللي بيتقدم دوت احنا خلاص احنا دوت اللي بنقدمه واحنا عارفين شغل، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. لا خالص، لازم يكون في نقول ايه شفافيه، تكون فاهم كويس جدا ايه اللي بيتقدم لطلاب مدرستك، ايه الريبورس، والقسم الاكاديمي عندك يكون مستوعب ايه الاوتبوتس وايه المخرجات اللي المفروض تخرج من طلاب المدرسه عندك. ومش في نهايه البرنامج ده اب تو ديت سيشن باي سيشن ايه اللي المفروض ان هو يكون حصل، تمام، عشان انت تنشور الكواليتي اللي بتتقدم لطلاب المدرسه. فيعني احنا بنكون حريصين جدا في 3 سي ان احنا يكون في يعني نقول ايه كومبلينس، تكامل في عمليه تدريب البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال مع الشراكات، في شراكاتنا مع المدارس. مدارس تمام، يعني اعداد طلاب، يعني جوده تدريب، يعني تقارير، يعني قسم اكاديمي جوه المدرسه محتاج ان هو يطمن لجوده التعليم اللي بتقدم لطلابه. فاحنا بنكون حريصين بشكل كبير جدا من تجاربنا مع طلاب المدارس على مستوى يعني مصر او السعوديه او الامارات او ايا كانت الدوله اللي احنا اشتغلنا فيها او عمان او ايا كان، ان احنا نخليك شايف كل حاجه، مطمن لكل حاجه، تمام، سابقه اعمالنا والهيستوري بتاعنا اللي احنا اشتغلنا بيه والريزلتس اللي احنا وصلنا لها بتسمح لمدير المدرسه ان هو يبدا ان هو يشوف ايه النتائج. بقى احنا عندنا خبره خلاص، الناس ديت عارفه هي داخله تعمل ايه مع طلاب مدرستي، ازاي هيحددوا مستوى الطلاب، ازاي هيبتدوا ان هم يحطوا لهم الكاريكولم المناسب. عندهم تيم اكاديميك كونتنت بيكستمايز الكونتنت للطلاب اللي محتاجين حاجه معينه، تمام. فالموضوع بيكون فيه سيكونس وسيستم وتناغم، عشان خاطر ازاي انت ككيان تعليمي كمدرسه يبقى عندك شق او يبقى عندك مؤسسه انت متعاقد معاها بتقدم لك البرامج التدريبيه بالشكل اللي يخليك مطمن للجوده التعليميه اللي بتتقدم للطلاب عندك. دي حاجة مهمة جدا وكويس ان احنا اتكلمنا عنها. نيجي لسؤال مهم جدا، فكرة المدربين اللي عندكم او عموما نصايحك للمدربين اللي بيشتغلوا في تدريس البرمجة، بما انك حد برضو يعني بتحتك مع مئات من المدربين عندك، شايفهم ازاي ممكن يطوروا من مهاراتهم؟ لان في منهم عدد كبير جدا بيبقى عنده مهارة التدريس
ونفسه يلتحق في مكان زي 3C او غيرها، ودايما بيبقى عندكم، انا عارف في تحدي كبير جدا ان انتوا تلاقوا كوادر يشتغلوا كمدربين عندكم، فايه نصايحك ليهم؟ يعني يشتغل على ايه الحاجات اللي محتاج يطور نفسه فيها عشان خاطر يبقى مناسب ان هو يلتحق باماكن زيكم، او يبقى ايبل ان هو يقدر يدرس البرمجه من خلال بارتنر او من خلال مكان بيدرس من خلاله؟ جميل جدا. خلينا نقول ان يبقى في صناعه جديده كده دلوقتي في الميدل ايست اسمها الايدتك او التعليم التكنولوجي. تمام. على مستوى الاطفال بقى هيبقى جديد عشان خاطر هيبقى كاستمايزد قوي على الاطفال. فبقى في حد او في عنصر او في كادر اسمه مدرب البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. دي بقت جوب تايتل مطلوبه خلاص دلوقتي. مرتباتهم كويسه؟ نعم مرتباتهم كويسه. مرتباتهم كويسه. وانت خلينا نقول ان انت دلوقتي اي حد بيبقى عاوز يعمل نفسه بس في انكم تمام كده، فهو قدامه فرصه ان هو قاعد جوه بيته بعد شغله يقدر ان هو يتيتش ستودنتس في الويك اند بتاعه، يقدر ان هو يتيتش ستودنتس، وطبعا بيعمل سيرفيس كويس ويقدر يشتغل لشركات جوه مصر وشركات بره مصر، وبقى في كومبيتيشن على العامل دوت. طيب فانت لما بتكون انت خلاص خدت دايركشن او انت خدت دايركشن انت تبتدي تعلمي البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال، فمهم جدا ان انت تكوني عندك مهارات معينه. مهارات ديت ان انت تكوني فاهمه يعني ايه انا هدرس ازاي لطالب تمام كده. فبتبتدي ان انت تشوفي ايه اصلا انماط التعلم، تبتدي ان انت تعملي ريسيرش على الحاجات الخاصه بالتعلم للاطفال، سيكولوجيه الطفل، عقليه الطفل هي عامله ازاي. الاتجاه التاني ان انا عندي عقليه قابله للتغيير. مش معنى ان انا يعني مش معنى ان انا خلاص انا مهندس فانا هتعامل ان انا مهندس مع الطالب، لا، انا لازم اكون صديقه، ولازم ان انا اكون فاهم ان انا بقدم ليه حاجه هتفرق في عمره كله. ممكن بكلمه منك مع مهندس تغير حياته كلها، او مع طالب اقصد تغير حياته كلها. ففي يعني تاثير وفي هاي فاليو بالنسبه لك انت كمدرب تعليم برمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال انت بتقدمها. انت بتاثر في اسره كامله، بتاثر في مئات الاطفال. لما انت بتشوف نجاحهم انت بتحس ان انا فعلا كان ليا بصمه، كان ليا فينجر برينت في حياه الطالب دوت. طيب احنا بنقدم لك ايه ك 3 سي؟ انت بالنسبه لنا لو جيت تقدم عندنا في 3 سي بتبعت البورتفوليو بتاعك، بتبعت الملف بتاعك تمام، سواء كان عندك اكسبيرينس في تعليم برمجه وذكاء اصطناعي للاطفال او ما عندكش اكسبيرينس، احنا بننقل لك كل دوت من واقع خبرتنا في 10 سنين. بتدخل في بروجرام دوت بيكون هدفه ان احنا نعمل لك كواليفاينج، ان انت تكون قادر ان انت تدرس المنهج بتاعنا، وتكون قادر ان انت تحضر شادوينج اللي هي عمليات محاكاه لتدريب سيشنز بالفعل بتتم، وفي نفس الوقت تكون قادر ان انت تكسكيوت من داي 1. فوانس ان انت دخلتنا انت بتكون داخل جوه مؤسسه كبيره الهدف منها ان هي تخليك يعني عندك اكسبيرينس عاليه في الجزء دوت، وفي نفس الوقت يكون يعني جاهز كواليفايد انف ان انت تاخد الخطوه ديت، ان انت تكون بتعلم الاطفال البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. وزي ما قلت لك ان انت ده حاجه اسمها التك، دي صناعه جديده، ففي جوب تايتل جديد تم كاستمايزد على الاطفال. فنصيحتي طبعا ان انت لو عندك القابليه ان انت او تشتغل في المجال ده، انا انصحك طبعا تقدم في اماكن سواء 3 سي، منهم ناس بيساعدوك جدا ان انت يوجهوك ويعلموك كمان ازاي ممكن تقوي مهاراتك في الجزء ده، وده ممكن يبقى باسيف انكم ليك جنب اللي انت بتعمله يعني. والسؤال المهم هنا، شايف المجال بتاع تدريس البرمجه ورؤية 3C للتوسع رايحة فين؟ انت عندكم رؤية اكيد حطينها ل 3C مع المجال اللي بيحصل ومع التطور ده. تمام. ايه خطتكم مع التطور اللي بيحصل ده؟ جميل قوي. طب بص خليني كده ابتدي معاك الجيرني بتاعت 3 سي من اولها، هي ابتدت ازاي وايه عشان خاطر نشوف بناء عليه احنا رايحين لحد فين. اوكي. فاحنا اول لما ابتدينا 3 سي تمام، ابتدينا في 2000 ويعني في افريج من 2014 ل 2015 تمام. ابتدينا بان احنا بنقدم بروجرامز بسيطه الهدف منها ان هي توعي ولي الامر باهميه البرمجه والذكاء الاصطناعي. تمام. ودي كانت خطوه محسوبه ان احنا دلوقتي داخلين في بتديوكيتوا الماركت. بنedukate الماركت بالظبط كده. فازاي ان انا اخلي الناس تتست الماركت دوت او ان هي تحس بفاليو حقيقيه فيه. فكانت عباره عن ورك شوبس بسيطه الهدف منها ان احنا نخلي الطالب يخرج بريل بروجكت تمام وريل فاليو بشكل سريع من 3 محاضرات بس. وده كان الجيرني بتاعتنا ابتدت كده. ابتدينا بعد كده من 2015 لحد 2019 ان احنا بنديفلوب في الكاريكولمز بتاعتنا. طبعا حصل بقى ان احنا ابتدينا نقدم سمر كامبز ونقدم وينتر كامبز ونقدم ويك اند بروجرامز وهكذا تمام. بنديكيت الماركت اكتر. كل ما احنا بنحقق يعني سكسس على مستوى الورك شوبس اللي احنا بنقدمها والكورسز البسيطه اللي احنا بنقدمها،
كان بيبقى قدامنا فرصه اكتر ان احنا نخرج للماركت نيو برودكت، من بوش الماركت كده في اتجاه ان احنا نخرج له برودكت جديد. ايه هو البرودكت الجديد اللي هو خرج؟ ان انت بتخرج حاجه اسمها مدرسه برمجه وذكاء اصطناعي. فاطلقنا الاسم دوت على 3C، تمام، ان احنا مدرسه تعليم برمجه وذكاء اصطناعي للاطفال. اوكي. ان احنا عملنا تيرنينج بوينت على مستوى الميدل ايست في الاندستري ديت. ازاي بقى؟ ان كان كل الماركت بيتكلم في كورسز، ويك اند بروجرام، سمر كامب، كومبيتيشنز، حاجات كلها بتتكلم على فكره الايه، الشورت تيرم، ويلا بينا نمشي. فاحنا من داي 1 زي ما انا كنت بقول لك في بدايه الحلقه، احنا كان هدفنا ان احنا نغير الكونسيومر بيهيفير ونغير المينتاليتي بتاعته، او نغير عقليته ورؤيته عن التعليم، ان هو تعليم برمجه وذكاء اصطناعي هي دي الحاجه الاساسيه اللي ابني هيشتغل فيها في المستقبل، فلازم انفست فيها بشكل كبير جدا. فعملنا لونشنج لبرنامج مدرسه البرمجه ولقى ايكو كبير جدا. في 2020 احنا كنا شغالين كل ده اوف لاين. في 2020 احنا طبعا من داي 1 احنا عايزين موجودين في العالم كله، فايه اللي هيحصل؟ ففي 2020 وبعد بناديميك كورونا احنا ابتدينا ان احنا نشتغل ايه بقى؟ توتالي اونلاين. اوكي. يعني عايز اقول لك ان البناديميك حصلت، تمام، عملوا الحظر طبعا مع مقراتنا، واحنا شغالين في اكتر من محافظه ومقر اساسي جاهز وهكذا، كل ده اقفل، تمام، احنا كل ده احنا شغالين اونلاين. عملنا يعني ديجيتال ترانسفورميشن في يوم واحد. احنا الحظر كان منتهي ازاي النهارده. بقى؟ ازاي فجأة مرة واحدة قفلوا وقفل كل مراكز التدريب، وقف المؤتمرات، وقف المؤتمرات. وقف كل حاجة؟ طب التيم عندنا اشتغل، عمل الديزاين، بروجرام ديزاين اللي بتاعنا كان شغال عليها بالظبط. يعني احنا كان عندنا طبعا في انديكيتورز من قبلها، اشتغلنا عليها. ابتدينا ان احنا نعمل كاريكولم ديزاينز، وازاي ان احنا هنقدم وهنعمل سيميوليت للعمليات التدريبيه عندنا، من خلال اللي هي تبقى اوفلاين، لا ان هي تبقى في مقر واونلاين. فحصل يعني طفره كبيره هنا بقى في المرحله دي. ابتدى ان كل العالم احنا بقى لنا اكسسبيليتي، احنا مثلا شغالين وليكن في القاهره في اماكن معينه، فالريجن دوت هو اللي احنا موجودين فيه، في الريجن المكان اللي احنا موجودين فيه. لا ده انت دلوقتي موجود بتعمل امباكت في اي حد في العالم، انت تقدر ان انت توصل وتابروتش اي ستودنت واي ولي امر، وتقدم له مسج اللي مناسبه بالنسبه له، وتبدا ان انت تخليه هو يتعلم ايه، البرمجه والذكاء الاصطناعي. فبقينا في نيو نورمال، واقع جديد فرض نفسه علينا، ان احنا شغالين دلوقتي اونلاين وشغالين ببروجرام طويل الامد. فمن 2020 لحد 2025 حصل البيك بتاعت الاي اي، فابتدينا ان احنا بنعلم الاطفال الاي اي، ابتدينا ان احنا ندمجه بشكل اساسي في مناهجنا، وبنسكيل، بننتشر في دول كتيره ودول مختلفه. فالسكيلينج بلان بتاعتنا في 3 سي اللي احنا حرفيا بناخد بكل الاسبكتس، وبناخد بكل الفاكتورز اللي توصلنا ان احنا نبقى عاملين ريشيب للمايند سيت الخاصه بالكونسيومر بيهيفير في التعليم على مستوى الميدل ايست وعلى مستوى الميني ريجن. هدفنا ان احنا نوصل لكل بيت في مصر ولكل بيت في الوطن العربي، نبقى موجودين جواه، خطوات محسوبه. طبعا السكيلينج ده كيرف كبير، يعني حاجه كبيره احنا شغالين بيها. فالبوينتس بتاعتنا دلوقتي زي ما احنا كنا عملنا ديجيتال، عملنا يعني ترانسفورميشن في الكونسبت، او عملنا اديوكيت للماركت بكونسبت تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي كسكول، مش مجرد ان هو يكون محاضرات او حصص فرديه. ان احنا ناخد الكونسبت دوت ونخلي الاولياء الامور يبليف فيه، من خلال ايه؟ من خلال الريزلتس اللي احنا هنطلعها او بنطلعها للستودنتس بتوعنا. في اطفال خلصت المناهج بتاعتنا وبقى رول موديلز. طبعا اي طفل بيخلص تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي وبيبقى رول موديل بالنسبه اللي حواليه. تمام. فالواقع هيبتدي ان هو يفرض نفسه في ان احنا نسكيل اكتر على مستوى الميدل ايست، لان ده بقى احتياج اساسي عند اي ولي امر. فاحنا بنريشيب الكونسيومر بيهيفير من التعليم التقليدي لتعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي. هو دوت المين بوينت اللي احنا حابين ان احنا نركز عليها طول الوقت. طبعا التعليم التقليدي يعني مش مقصود بيه ان احنا هنتجاهل المعرفه اللي بتيجي منه او المهارات اللي بيتم اكتسابها منه، لا خالص. المقصود بيه ان احنا هنخلي ولي الامر يشوف الانجلز ويشوف الفاليو الاساسيه من لما هو يبدا ان هو يعلم ابنه البرمجه والذكاء الاصطناعي في سن صغير. فده المين جول بتاعنا اللي احنا بنكيب جوينج اون ات. احنا هدفنا من داي 1 في جاب كبيره ما بين احتياجات سوق العمل وما بين الطالب الخريج، والجاب دي على مستوى المهارات وعلى مستوى التكنيكاليتيز. فاحنا طول الوقت بنغذي بنحاول ان احنا نخلي الجاب دي تقل وتصغر. فطول الوقت احنا شغالين على المايند سيت بتاع اولياء الامور. دي المين مسج بتاعتنا. هدفنا في النهايه ان احنا نخلي الكونسيومر او نخلي ولي الامر يشوف تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي ديت هي الحاجه الاساسيه اللي لازم ابدا نبني بيها من داي 1، ونبقى احنا المين تشويس بالنسبه له في الفاليو الحقيقيه اللي بتتقدم للطالب. يعني لما يلمس فاليو، لما يحس بجوده، تمام، يشوف يفكر في 3 سي من النتائج، من الترانسفورم اللي احنا بنعمله على مستوى الاطفال.
فخلينا نقسم كده ان في ترانزيشن في رحله 3 سي. الترانزيشن الاولاني هو الاويرنس، ان التوعيه، ان انتوا بداتوا بالتوعيه، وبعد التوعيه بداتوا تبنوا الام في بي. الام في بي بمعنى اصح، وبعد الام في بي بداتوا عملتوا حققتوا اوريدي امباكت، ودلوقتي انتوا في مرحله انتشار الامباكت. فبدل ما انتوا شغالين في مصر، بقيتوا شغالين في كذا دوله. بدل ما كنت بتخدموا 1000 طالب ولا 2000 طالب، دلوقتي بنتكلم في حوالي 100,000 طالب او 120,000 طالب. بالظبط، احنا بنشتغل على مستوى الافراد وعلى مستوى المؤسسات التعليميه وعلى مستوى الحكومات، سواء كان بي تو بي او بي تو سي او بي تو جي. احنا ده الجول بتاعنا، ان احنا نكون بنسبريد على 3 مين ريزونز دول او على 3 مين جولز دول. احنا شغالين بنكسباند في الثلاث بوينت دول بشكل كبير جدا، لان كل بوينت من دول بتخدم الهدف التعليمي او الهدف او المين مسج الخاصه ب 3 سي من البدايه. وده خلاكم دلوقتي ان انتوا زي ما بتتكلم كده قادرين ان انتوا خلاص عندكم النو هاو، وقادرين ان انتوا تعملوا انتشار على مستوى الدول. وده تقريبا لسه شايف كمان ان انتوا عملتوا شغل في عمان، عملت شغل في طبعا في الامارات وفي كذا دوله، ودي حاجه تحترم. ان طبعا في شركه مصريه بناس طالعه من المجال، بفريق قوي، بعدد انستراكتور كبير جدا، بمنصه كمان بتخدم الكلام ده وقادره ان هي تتوسع. دي حاجه الواحد حقيقي فخور بيها، ان احنا بنشوف بجد يعني قصه كفاح. يعني انا شايف ان يعني ما بداتوش بمجموعه مستثمرين ادوكوا فلوس وعملتوا شويه بروباجندا والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. لا، انتوا طالعين من ارض الواقع، وفي فريق وفي فاليوز وفي توسع كمان بيحصل، ودي حاجه تحترم. وفي نفس الوقت ان انتوا عندكوا نو هاو، مش مجرد جبتوا منصه تعليميه وجبتوا شويه انستراكتور. دي حاجه كمان احنا متميز بيها جدا يعني احنا حتى لما بتيجي كيان تعليمي هو حابب مثلا ان هو يقدم منهج معين، انا بقول له ان انا عندي مجموعه مناهج، لكن هو بيجي يقول لي انا عايز اقدم منهج معين لجول معين عنده، مثلا ان في اداره معينه او في جهه معينه طالبه منه المنهج ده. فبنبدا ان احنا ناخد المنهج ده وبنكستمايز المنهج ده بالشكل اللي يناسب الاستراتيجيه بتاعتنا في التدريس. تمام، فعندنا قدره عاليه جدا على فكره التكيف، ان انت تكيف المنهج التعليمي على مستوى المدرسه مثلا او على مستوى كمان الدوله. تمام، ان احنا كنا بنقول على فكره اللوكاليزيشن ديت، انت بتقدم منتج دولي. طب لما يجي المستهلك المحلي ده او اللي هو اللي في جوه الدوله ديت يجي يبدا ان هو يستهلكه، هل هو ينفع ان هو يستهلكه بنفس الطريقه اللي المستهلك الدولي بيستهلكه بيها؟ اكيد لا، انت بتحاول ان انت تكستمايز الكونتنت ده ان هو يتدرس ليه. فاحنا بالفعل عملنا كده، يعني في عمان عملنا كده. انت عارف العمانيين بيهتموا جدا بالهويه العمانيه وبيهتموا جدا بالظبط بالكاركتر بتاعت الطالب العماني، بالكلمات اللي جواه. فالمنهج اللي بيتدرس اللي فيه مثلا امثله عن اكزامبلز او بروجكتس مثلا بيتكلم فيها حاجه خارج الهويه العمانيه، لا طب ما ايه اللي يخلينا ان احنا نأدبت حب الطالب العماني والثقافه بتاعته والهويه بتاعته للمناهج. وهكذا برضو على مستوى مثلا الدول المختلفه اللي احنا اشتغلنا معاها، عملنا فينجر برينت لوكالايزد على الدوله، بس في الاخر اللي بيقدم ده هي شركه مصريه ابتدت بجهود ذاتيه كامله. تمام، اتطورت وطورت من نفسها. تمام، من خلال مجموعه من الشركاء. تمام، قدروا ان هم، او مش مجموعه شركاء، وانا مهندس احمد خلاف انا خلاف. تمام، بنقدم فاليو بشكل كبير جدا، حريصين طول الوقت ان احنا نسيب فينجر برينت في الاندستري ديت ونكون احنا فعلا الماركت ليدر فيها، من حيث الفاليو ومن حيث السكالابيليتي ومن حيث القدره على التنفيذ في كل حاجه. رحله برضو بصراحه والله تحترم بجد. يعني مفيش رحله بتتمشي لوحدها. يعني انا حابب ان انا منشن برضو يعني استغل وجودي معاك، وانا منشن دور مهندس احمد خلاف في تيرنينج بوينت كبيره جدا في 3 سي من كور برضو ساعدنا بشكل كبير جدا في السكيلينج. تمام، وفي فكره ان احنا ازاي ان احنا نبدا ان احنا نتواجد في مجموعه من الدول وعلى مستوى التعاقدات والشراكات، بنبليف مع بعض بكونسبت الاستدامه في البروجكت دوت، وان هو قابل للتوسع وقابل للفاليو. فمفيش نجاح بيكون لوحده. يعني لو 3 سي ناجحه فهي اكيد ناجحه بسبب ان في تيم بيديرها وفي شركاء بيديرها. فريق عمل 3 سي كله بلا استثناء، يعني احنا عندنا الاستاف موجود بقاله 10 سنين معانا. ما شاء الله. الاكاديميك ديبارتمنت موجوده بقالها 10 سنين، هيد الاكاديميك ديبارتمنت، يعني هيد الاوبريشنز، هيد الكاستمر ساتسفيكشن عندنا. فعندنا الاستراكشر كله عندهم لويالتي، الناس قاعده بقالها 10 سنين، ناس ده رقم كبير. سنين كتيره جوه المكان، اثقلت بمجموعه من الخبرات
التي لا تقدر بثمن حقيقي لما انت تكون عندك باك جراوند وداتا انت شايفها. الماركت هو لسه ماركت جديد، فمفيش ستاتكس، مفيش دراسات ايه المشاكل اللي هتواجهك. انت بتقابل مشاكلك كيس باي كيس وبتبدا ان انت تادبت عليها. تمام. فانت عندنا هيستوري كبير جدا، سواء كانت على مستوى التعامل مع ولي الامر نفسه، على مستوى التعامل مع الطفل نفسه، على مستوى التعامل مع المهندس، على مستوى التعامل مع المنهج ازاي ان انت هتقدمه، مع الدوله، مع التوسع. فلما بنيجي احنا بنفكر كمنظومه متكامله. فانا بشكر فريق عمل 3C كله، بشكر المدربين اللي موجودين على ان هم فعلا يعني رافعين اسم 3C. الجوده التدريبيه اللي بتتقدم عندنا والمجهود اللي بيتبذل بيعمل فاليو كبيره للمكان اللي يعني هو استأمنكم على الطلاب. دي حاجة كويسة بصراحة ان انت يعني تشكر فريقك اللي بنى معاك حاجة زي كده. واحمد يعني ما تخلف من الناس الجميلة اللي انا بحبها واللي اشتغلنا سوا مع بعض، وستيل دايما ببقى مبسوط بنجاحه. وده حقيقي لان هو حد من الناس اللي مجتهد، اللي بيعافر زي ما بيقولوا يعني. فطبعا اتمنى ليكم كل النجاح. وسؤالي هنا يا حسام، لانك انت رائد اعمال في الاساس، وراجل عارفك ان انت منتور كمان لبعض الستارت ابس كتير جدا في مجال التعليم. وصناعة التعليم صناعة صعبة يعني. تمام. انا دايما بقول للناس لما يجي حد كده دايما يخش في قطاع التعليم فبيجي لي والله انا بعمل كذا وكذا. فدايما بقول له الصناعة دي بالذات ما بتبدأش تشوف ثمارها الا بعد كام سنة. يعني طبعا في حالات مختلفة. طبعا مش بنتكلم على الاتك نفسه، مش بنتكلم على ان انت تبني مدرسة او تعمل مركز تدريب. ده ليه موديل وليه ريفينيو واضح ومعروف امتى بتوصل لبريك ايفن يعني. ولكن ايه نصايحك لأي رائد اعمال هيشتغل في مجال التعليم، بما انك مريت بالتجربة دي والنهاردة عاملين نجاحات كويسة جدا؟ فايه نصايحك بقى لأي رائد اعمال في قطاع التعليم هيبدأ كده؟ عموما هيبدأ بقى في اي مجال له علاقة بالاتك، مش شرط تعليم البرمجة يعني. طيب خلينا نتكلم يعني في مجموعة فاكتورز كتيرة. يعني كلمة النصيحة دي يعني محتاجة نصايح كلام كبير، مجموعة نصايح. انا عارف طبعا. بس خلينا نقول ان انت ممكن ان انت تدور على الشريك. ده اهم حاجة. اختيار الشريك ده مهم جدا. البارتنر اللي انت هتكون بتشتغل معاه ازاي هتتكيفوا في الشغل مع بعض. مهم ان انتوا تكونوا مسؤولين عن سيكتورز مختلفة. تمام. يكون في تناغم ويكون في ماتشنج ما بينكم وما بين بعض في الشغل. تمام. دي نقطة مهمة جدا. لو كان الشريك ده مستثمر مالي فقط، تمام، مهم يكون في ما بينك وما بينه رولز، وما تاخدش بروميسز الماليه منه على ان هي فاكت. لا يعني انت ما تصدقش البروميسز الماليه غير لما تكون مثلا الحساب البنكي بتاعك دخل وصلت في الفلوس البالك، عشان ما تجيش انت تبدا وتيجي تترن فتلاقي نفسك انت بتعطل وتلاقي نفسك ان انت بقى عليك الفلوس اللي هو اداها لك. صح. فانت لا، لازم ان انت تختار البارتنر دوت. لو هو شريك تشغيلي معاك عنده اكسبرت في حته معينه، لازم تكونوا متناغمين وبتشتغلوا مع بعض بشكل يكون كويس جدا. لو هو مستثمر مالي فلازم يكون في قواعد حاكمه واضحه جدا وما تحطش على نفسك قيود، وفي نفس الوقت تكون واثق من العمليات اللي بتتم. ما تكونش بروميسز، يعني ما تكونش وعود بس، لا تكون حاجه ريل، حاجه فاليو. وما تبنيش البلانز بتاعتك غير بعد ما انت تاخد اكشن واضح نهائي حقيقي في البوينت ديت. طيب على مستوى العمليات التدريبيه نفسها، فاهم حاجه التالنت. انت بتدور على انت تكون عندك تالنت اكوزيشن تيم محترم. الناس اللي هتاخد الشركه بتاعتك في مكان مختلف هو التالنتس. والناس دي مش اشكال تكون مشهوره على فكره. يعني ممكن تكونوا ناس هي شغاله وبتكزيرت وبتطلع نتائج صعبه جدا، بيعملوا في صمت. وبيعملوا في صمت، مش مشهورين على السوشيال ميديا. يعني خليني اقول لك ان تجاربي في ناس مشهوره على السوشيال ميديا ممكن تكون ناجحه، بس يعني خليني اقول لك ان لا، في اشطر مع اشهر يبقى في حته تانية. بالظبط كده. فانت دور على الحد الشاطر، الحد اللي عنده المايند سيت اللي قابل ان هو يتعلم. تمام. فالتالنتس بتوعك ناس مهمه جدا. مهم ان انت تشوف انت هتستثمر فيهم ازاي وهتجيبهم منين. تمام. طيب انت قدرت ان انت تجيبهم، ما تقفش عند كونسبت ان انت بتعتمد على مهاراتهم. لازم طول الوقت يكون في تطوير ليهم. اوكي. يعني تبقى فاهم امتى هتديهم الاونر شيب. تمام كده. وامتى ان انت هتديهم ريسبونسابيلتي بس. تمام. فالكونسبت دوت بيفرق كتير جدا على مستوى فريق العمل بتاعك او على مستوى اللي انت بتقدمه. ثالث حاجه بقى خلينا نتكلم المين فاكتور الاساسي اللي انت بتقدمه اصلا، اللي هو الفاليو، القيمه اللي انت بتقدمها ايه هي. لازم ان انت تكون داخل في اندستريال ايثيك. تمام. ما تقولش انا هبدا من البدايه. تمام. يعني ما تقولش انا هبدا اشوف انا هقدم ايه. لا، انت دايما ان انت تشوف المودلز الناجحه وتشوف المودلز ذات هم بيعملوا ايه وبيقدموا ايه بالظبط، وتبدا ان انت
تحاكي اللي هم بيقدموه. تحاكي. تمام كده. تبدا ان انت مش هنقول كوبي كات، لا، تحاول انت تقرب قوي قوي من اللي هم بيقدموه، وتتقي الله في الجوده اللي انت بتقدمها. انت لو داخل في الايدتك للاطفال بالتحديد، فانت هنا بتتعامل مع امانه، ولي الامر جاي يديها لك وهو بيديها لك، وهو يعني طموح جدا ان انت هتكون قد الامانه ديت. فانت ممكن تكون بتضر سمعه الصناعه باكملها لو انت ما عندكش الفاليو الحقيقيه، انت مش مطمن ان انت هتقدمها. خصوصا ان الماركت ده ماركت صغير جدا، يعني اولياء الامور والبيرنتس يعني عارفين. في مجتمعات مقفوله. طب فيعني لو انت مش بتقدم فاليو حقيقيه، فانت هتبقى خسرت الانفستمنت والحاجات اللي انت قدمتها، تبقى دخلت السوق عملت بس لنفسك، يعني نتشت وجريت حاجه زي ما بيقولوا كده. فانت مهم ان انت تكون متركز جدا في الفاليو اللي انت بتقدمها، تركز في المناهج اللي انت بتقدمها. مش قادر تقدم الفاليو دي بنفسك وانت حابب انت تستثمر، دور على سبلايرز للسيرفيس ديت. تمام، دور على حد يديك البروجكت دوت يكملك. تمام كده. فبتهيألي ان يعني ديت المين، يعني الحاجات الاليمنتس الاساسيه اللي هي فعلا قوام اهم نجاح، ادفايس، قوام نجاح اي مشروع. اليونيك سيلينج بوينت اللي عندك، والبرودكت والفاليو اللي انت بتقدمها للناس، ايه اللي انت بتحلها الناس اللي تشتري منك انت بالتحديد. وفي نفس الوقت البارتنر، الشريك اللي معاك، والتالنتس، ودي اهم نقطه. يعني ده هي الحاجه الاخيره اللي هتقول انت ناجح ولا هتبقى واقف مكانك. طبعا انا متفق معاك. طبعا وجود الشريك، الشراكه دي حاجه مهمه جدا، والشراكه اصعب من الجواز. يعني أكيد. انت الجواز حصلش اتفاق بتنفصل. الشراكه دي حد بقى تبقى ما بينكم دخل وفلوس ومجهود وافكار وتبادل كمان خبرات وتبادل وجهات نظر. فانا بحب جدا، بحترم جدا الشراكه اللي تبقى مبنيه على اتفاق. فدي حاجه مهمه جدا، ومش ان انا ادور على شريك شبهي ولا شريك شكلي ولا شريك مشهور، لازم يكون مختلف. حد انتوا الاتنين بتكملوا بعض، ودي نقطه مهمه جدا. ونقطة مهمة جدا برضو ان انت لو بتشتغل في فيلد لازم يبقى عندك اكسبيرينس فيه وتبني خبرتك فيه، عشان مش مجرد ان انت يعني مش هتكمل، هتبدأ وهتعمل بروباجندا لطيفة بس مش هتستخدم. بالظبط، لان انت نازل بتكمبيت في كومبيتيتيف ماركت، يعني في كومبيتيشن. في الوقت الحالي في ناس كتيرة جدا بتحاول انها تدخل الماركت. يعني احنا من تيم الماركت اناليسز عندنا، تمام، في شركات كتيرة جدا طلعت السنة اللي قبل اللي فاتت، ايوه اختفت كلها السنة اللي قبل انا اللي فاتت. فاكر شركة على فكرة السنة اللي فاتت بدون ذكر اسمها، الشركة دي جت خدت فيلا، فاكرهم كويس جدا. وجم عملوا كمية ايفنتس وكورسات وفري سيشن وبتاع. وفجأة بالصدفة كده كنا يعني التيم عندي كده بقول لهم شركة فين؟ قالوا لي قفلت. ده ريل كيس يعني بدون ذكر اسمها، شركة كبيرة وجم خدوا مقر كبير. فزي ما انت بتقول كده ان في حاجات بتبقى عاملة فرعة بس ما بتكملش. ومهم جدا طبعا زي متفق معاك جدا اختيار المستثمر او الشخص اللي هيستثمر معاك، ده لازم حد تبقى محدد الرولز بتاعتك. ومتفق معاك جدا طبعا التيم ده اتس اول اباوت ذا تيم يعني، ودايما التيم ده اهم شيء. واخيرا طبعا انك انت يبقى، ودي انا بشوفها بصراحه في صناعه التعليم، ان يبقى عندك صبر ويبقى في نفس الوقت بتشوف الامباكت بتاعك ده وبتقدر تقيسه. لان اللي بيشتغل في التعليم لازم يبقى فيه امباكت. فالف في امباكت ان انا ابقى بقيس الامباكت ده، بقيس الامباكت ده على الطلبه، على اولياء الامور، على التيتشرز اللي عندي. وطبعا نصيحه مهمه جدا قلتها يمكن كان احد الضيوف معانا استاذه غزل بغدادي، كانت بتكلمنا ان اي حد بيتعامل مع اطفال او بيتعامل مع السن الصغير ده لازم يبقى عارف الاسس والاخلاقيات والتعامل الصحيح معهم، حتى لو هو بقى مدرب سباحه، مدرب برمجه، مدرب فن، ايا كان. مهم جدا ان هو يكون عنده نقط دي. هنروح للسؤال الاخير، والسؤال بحب اساله ايه اكبر تحدي قابلك في رحلتك وازاي حليته حسام؟ هو اكبر تحدي قابلني في رحلتي طبعا يعني هي كانت زي ما قلت لك لحظه البدايه. تمام، انت ابتديت، فانت بادئ بثلاث حاجات عوامل نفسيه كانوا جوايا كده بشكل كبير. انا مسؤول مسؤوليه كامله على ان فكره تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي جوه مصر تكون هي الفكره رقم واحد اللي بتخطر على بال اي ولي امر او اي حد حابب ان هو يعلم ابنه ويستثمر فيه. فكان في مسؤوليه كامله تجاه الموضوع ده. كان في حب بقى كامل، انا بعمل الموضوع ده وانا بحبه، لان هو سوليوشن، حل قيم، في احتياج لاولياء الامور ليه، تمام، في احتياج للمجتمعات كلها بشكل عام ليه، فانت بتاد فاليو بشكل كبير جدا في الحته دي. حلو. فده كان تاني حاجه انا مثقل بيها، حب الموضوع. تالت حاجه، تمام،
هاو تو ستارت بقى، انا ازاي هبدا، انا عندي كل الحاجات دي، ايه التشالنج اللي احنا هنبدا فيه، وايه الحاجه اللي احنا هنبدا ان احنا ندخل عليها. فكان اول تشالنج حقيقي ان احنا ازاي هنجيب الانوفيتورز اللي هم اول 2.5% من هيبتدوا ان هم ياخدوا معايا الخدمه بتاعتي في اللايف سايكل بتاعت البروجكت بتاعي. هنجيبهم ازاي؟ ايه آلية الاويرنس؟ طب احنا ازاي هنقنع الناس ديت اصلا بفاليو تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال؟ فاحنا مشينا ببيبي ستيبس، ببروجكت كان عنده لونج تيرم جول ان هو يكون يعني نقول ايه مدارس. تمام. فكان اول تشالنج ان احنا ازاي نيديوكيت الماركت باهميه تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. تمام كده. والحمد لله احنا قدرنا ان احنا نكسيد ده. عملنا له اكسيد ازاي؟ بان احنا خرجنا بروتوتايب بسيط، الناس جربته وحست بالفاليو بتاعته، ابتدت ان ينتشر، يحصل طلب عليه اكتر، يحصل طلب عليه اكتر. في الوقت ده كان في كمان كان في عوامل حوالينا ساعدتنا، ان كان في 2014 و2015 كان في الهوم سكولينج، الناس بتتكلم عن الهوم سكولينج، فكان في اتجاه كده، والفليكس ليرنينج والتعليم المرن والاكتيف ليرنينج، كان في كده شويه عوامل ساعدتنا ان احنا نقول يا جماعه الدنيا كلها مش بس التعليم ازاي ان الطالب يتلقى التعليم المدرسي او اليات تلقيه ليها، لا، ما في حاجه تانية اصلا، التعليم الموازي. تمام. فالكونسبت نفسه لما دخلنا بيه كتعليم موازي لتعليم البرمجه تعليم البرمجه للاطفال كتعليم موازي للمدرسه. تمام. ولما دخلنا كان في عوامل ساعدتنا فعلا في الوقت ده في الماركت. تمام. فساعدتنا ان احنا نكسيد التشالنج دوت شويه. فاحنا عملناها فيري سيمبل، عملنا يعني ميك ات سيمبل بشكل كبير جدا، بسطنا الموضوع عشان خاطر المستهلك بتاعنا يجربه ويحس بالفاليو بتاعته. ومع الكيس ستاديز الناجحه اللي خرجت من عندنا، خرجنا لهم ببرنامج مدرسه البرمجه والذكاء الاصطناعي للاطفال. وده مش البرنامج الاخير، ده محطه احنا حاليا دلوقتي بنبريبير لحاجه تعمل امباكت في الماركت كله ان شاء الله. فكان ده اول تشالنج. ثاني تشالنج طبعا الخاص بالديجيتال ترانسفورميشن. احنا بقول لك احنا غيرنا، يعني احنا شغالين بالفعل وعندنا مئات الطلاب على مستوى الجمهوريه كلهم بيتدربوا ات ذا سيم تايم. ففجاه هقفل الاماكن وانا قفلت خلاص الدريم كده، لان اي دريم بيبقى او اي حلم عملي بيبقى مرتبط بمجموعه بيزنس جولز، فانت هتلاقي نفسك قفلت خلاص بقى، تقفل مقراتك ديت وتقفل كل اللي انت عملته ففي صدمه كبيره. فان احنا ازاي خلال من اسبوع نكون بنجهز نفسنا، وخلال 48 ساعه نبدا وناخد اعلى واحسن فيدباك من اولياء الامور. وكان ولي الامر قاعد في بيته كانه قاعد معانا بالظبط، كان الطالب بيحضر السيشن كان معانا، ولي الامر حاسس بفاريشن كبير. فلما قدرنا ان احنا نعمل الديجيتال ترانسفورميشن ده تاني تشالنج، ادانا فرصه حقيقيه للسكيلينج. علشان كده اي حاجه فيها يعني نقول فيها مجهود مستمر، وفيها في حاجه في رول كده اسمها كايزن رول، اللي هو الكونتينوس امبروفمنت، اللي انت بتطور من البرودكت بتاعك او من الخدمه بتاعتك كل يوم. تمام. هي ديت الحاجه اللي هتخليك مميز في الماركت. خلينا نقول ان التحدي الدائم والمستمر لاي رائد اعمال في حاجه واحده بس، ان هو ازاي هيديفلوب وازاي هينوفيت ويطور ويستمر في تقديم الخدمه بتاعته بجوده عاليه. اشكرك يا حسام بصراحه. يعني بجد الحلقه النهارده انا مبسوط بيها جدا، مبسوط بيها لان احنا اتكلمنا كلام من القلب وكلمتنا عن موضوع مهم جدا بيفرق مع ناس كتير جدا، وناس كتير جدا تايهه ومش عارفه تعمل ايه، وهو فكره تدريس البرمجه للاطفال والتدريس الذكاء الاصطناعي للاطفال. من الموضوع ترند ولسه هيزيد كمان الفتره اللي جايه. وكلمتنا على ازاي رحله 3C بدات من 10 سنين، والنهارده دلوقتي بقيتوا موجودين في دول، وفكره التوسع دي حصلت ازاي. وكمان كلمتنا عن نصايح مهمه جدا سواء لولي الامر، نصايح مهمه جدا لمسؤول في مدرسه، نصايح مهمه جدا لاي مدرس او مدرب او مهندس وحابب يتخصص في مجال تدريس البرمجه. وكلمتنا برضو عن مجموعه نصايح بتهم اي حد هيبدا بيزنس في قطاع التعليم، ايه الحاجات اللي ممكن ياخد باله منها وازاي يركز عليها. والنصايح دي انا عارف انك بتقولها بالقلب، لانك اكيد ال10 سنين دول الناس بتشوف النتيجه وبتشوف الفرقعه وبتشوف الاجوان الجميله اللي انتوا عاملينها، ولكن انا عارف ان بيهايند ذا سين في عياط وفي صدمات وفي احباطات وفي كل حاجه. يعني دايما الناس بتشوف ده، بس انا عارف ان انت بتحكي بقلب. وكلمه 10 سنين دي، ناس 10 سنين دي لا، ده يعني لو انا كنت سالتك من 10 سنين، هو انت اكيد كان عندك الفيجن بس ما كنتش بالاجتهاد وبالمعافره وباخلاصك انت والفريق اللي معاك عشان توصلوا ل3C بالمجال ده. فدي كانت حاجه مهمه جدا. وكلمتنا كمان عن التحديات اللي بتقابل اي رائد اعمال بيشتغل وازاي ممكن يتغلب عليها. فانا حقيقي يعني مبسوط بصراحه بان انت كنت معانا النهارده يعني.
وانا اكتر يا محمد، شكرا ان انت اديتني فرصه ان انا يعني اكون في منصه زي نواه بتهتم بكل ما يخص التعليم. فحقيقي شكرا ليك ان انت استضفتني النهارده، يعني شرف ليا. وتاني انا بسترس على ان تعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي هو ملف مهم جدا، ملف مهم للاولياء الامور، للمدارس، للحكومات، للاستثمار فيه، لان المستقبل كله والمجتمعات كلها حاجه يعني كلها دلوقتي بتعتمد على التكنولوجيا. بتمنى جدا ان الطالب المصري نكون احنا مشهورين ومميزين في الميدل ايست بتصدير مهارات، او بتصدير الحلول التكنولوجيه والحلول التقنيه للعالم كله باذن الله. وده جول يعني ان شاء الله يكون 3C من الناس المؤثره او من الشركات المؤثره في القطاع دوت، ويعني تقدر انها تحققه ونكون حاجه بتميز العقليه المصريه باذن الله. بشكرك يا حسام مرة تانية، وطبعا ده ملف مهم جدا وبناس كتير جدا بعتت لنا وطلبت ان احنا نتكلم عن الموضوع ده. فلو عندكم حتى اي استفسار سواء ببرامج 3C هتلاقوا اللينك فيه كل الديتيلز بتاع والسوشيال تشانل اللي ليها علاقة ب 3C، تقدروا تخشوا جوه وتعرفوا اكتر عن تفاصيل 3C، تعرفوا المنهجية بتاعتهم والبرامج التدريبية والخصومات اللي هم كمان عاملينها للناس اللي عايزة تعلم اولادهم البرمجة او الذكاء الاصطناعي. وكمان لو عندك اي استفسار او عندك مشكلة مع ابنك او بنتك في تعليم البرمجة اكتب لنا في الاسئلة، وفريق 3C وفريق نواه هيساعدك ويرد عليك. وكمان لو عندك اي استفسار خاص بالموضوع ومش عارف تبدأ منين في المجال ده، ابعت لنا استفساراتك وهنقدر نساعدك. ولو مهتم اعمل لايك وشير وسبسكريبشن، وتابعنا في الحلقات اللي جاية. وكل حلقة ان شاء الله نتكلم فيها عن موضوع بيتكلم فيه عن ما يخص التعليم وريادة الأعمال المجتمعية. وشكرا ليكم، ولو عندكم اي استفسارات سيبوها لنا في التعليقات. شكرا لكم.